هلا سلام سلام سمع له سمع له اسكا حدا حدا اوكي بيلا بيلا سلام كلاتكم اي هوب ان شاء الله شموتي عشان بعربي خزارب وزتقوم له بتقرينيا ترجم ማለት فتوخ جانو تدخلوه معتهم صقام يلن قاشانا مس ترجميناتو متشلو زلو اوكي رو كافو الله خيرو الحسين هاتي له الحسين اللي حتى لغا إلك حفابل حدنتنا اللي حتى لغي نعي دايبو ماني قاشات قبلي مرحبا وريت سألت حقي قبل يا أخي لا كما حديثكم سبق عن خير الجميع كيف أصبحتوا؟ أوكي الحسين هاتي له قاشانا أوكي حرا إسكا إلك حفابل كبر قاشانا بالعربي ها هو بتقريني يسمعني أوكي حرا أوكي هل أنت موجود الحسين هل أنت موجود؟ يسمعني أوكي حرا تقرأه هل أنت موجود كفو الحسين دخل ولا لسه هو ما هنا كذا أعمل له واحد إذا أنت موجود بلين أوكي ورب راهم كفو أوكي كذا كفو أمسك المايك هو لو في الغرفة دي كفو هل أنت موجود ايوه انا موجود. هو باي واتي هذا حس ايوه موجود انا. هو موجود؟ ايوه موجود أوكي. موجود. هو معاك ولا شنو؟ لا 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 بس برضو اكس اف بي اي حيساعد في الترجمة. فالدكتور حسن لو رفعت ايدك لو وديت واحد عشان تؤكد حضورك يعني واحد أوكي. عشان دكتور حسين لو رفعت ايدك او وديت واحد إشارة وجودك. أنا مسموع يا حدنت؟ أيوة مسموع أنت مسموع. أيوة. أوكي. أيوة. خلاص إكس بي هاي أنا حنزل. إكس يلا. أوكي المايك لك يا إكس. اوكي قبل اللي انت لها هون كاتارم تخطات الله اكس بيد الله سامك نيم حقه مايك نبا خمو ذا موسيقى توغرنا لكم مالنا نمصايت اريترا كاني زي خمتا اريترا لنا نزمر الله مزمرتني من يلا ان شاء الله تعال مايك نبا لا بس دكتور سلمان فتن مايكي فتنه. اوكي حبايبي فتن يا الحسيني دكتور لو سامعني يا جماعة مين اللي هو منهم الحسين لو سامعني دكتور سلمان شكرا زلمة طيب أكيد دكتور عنده مشكلة طيب اوكي سلام في اي او كافو الله خير كافو سكون حنسف الحسيني هل تسمعني يا الحسيني لو كان كافو اوكي كافو ارفع يدك عشان صار شله كريد ما قاعد اشوفك اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ايوه الصوت كيف الصوت مسموع؟ الصوت مسموع شويه بس لو ترفع صوتك شويه يا الحسيني الدكتور الحسيني. ايوه نعم ايوه اسمعك حاول ترفع صوتك شويه بس. طيب واحد مسموع؟ ما شاء الله بس قرب على مايك ها. تمام لو اي مشكله ان شاء الله حنطلع نكلمك. طيب ابدا ان شاء الله والاخ اف باي موجود معك وان شاء الله. لحظه. طيب اعطينا اشاره بس اول ما
لحظة. أنا الآن نعم نعم. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام. نبدأ. اي ابدا. اف باي ارفع يدك بعد، ها، او امسك معه مايك اف باي. طيب، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من القلب للقلب لكل أبناء الوطن في كل مكان، وتحية خاصة للإخوة أعضاء غرفة حدري. وسعيد حقيقة أن أكون اليوم ضيفا على هذه الغرفة وأخاطب شريحة من أبناء بلادي وأبناء وطني. وحقيقة نحن بحاجة ماسة للتواصل وللتحاور ولبناء الأرضية المشتركة لإريتريا المستقبل. لا أحد يستطيع إقامة وطن بمفرده مهما بلغت إمكاناته وقدراته، سواء كان فردا أو حزبا أو مجموعة إثنية أو مجموعة دينية، فإن قضية الأوطان أكبر من كل هؤلاء. ويستحيل على وطن تتعدد فيه الإثنيات والقوميات والأديان والأعراق والثقافات أن يختزل هذا الوطن بهذا الحجم، أن يختزل في شخص ديكتاتور أو في حزب ديكتاتور أو في مجموعة أيا كانت قدراته وإمكاناته. وبالتالي نحن العنوان حقيقة قضية الأزمات الوطنية وأطروحات الحل. إذا أردنا أن نختصر كل الأزمات يمكن أن نقول بأن أزمة كل وطن هي في الديكتاتورية، وحل كل وطن هو في التحاور وإقامة نظام يعبر عن كافة المكونات وعن كافة المجموعات. هذا باختصار. يعني لو أردنا أن نقول ما هي المشكلة الوطنية في إريتريا، يمكن أن نقول بأن المشكلة الوطنية تتمثل في اختزال الوطن كله في شخص أو في مجموعة أو في حزب، وإبعاد بقية الشعب ليكون شعبا متفرجا أو شعبا تسود فيه العبودية والاستكبار. ولكن في نهاية المطاف النهايات هي مجموعة من الأزمات بمختلف أشكالها ومختلف توجهاتها. حقيقة سيكون عندي 3 وقفات إن شاء الله حتى أتيح للأخ المترجم الفرصة الكافية للترجمة. ستكون المدخل الأول هو مدخل تاريخي حول تشكيل وطبيعة الدولة الإريترية، ثم المداخلة الثانية ستكون حول الأزمات إجمالا، ثم ثالثا سيكون النقاش حول أطروحات الحل للأزمات الوطنية. في البدء يمكن أن نقول بأن إريتريا، هذا الوطن المسمى إريتريا حاليا، لو رجعنا به ما قبل الاستعمار الإيطالي ربما سنجد أن هنالك مجموعة من المرجعيات يرجع إليها هذا الكيان الوطني الإريتري. وقد تتباين الأنظار ويختلف كل إنسان لقراءته للتاريخ، ولكن المتفق عليه أن هذا الوطن لم يأخذ هذا الشكل وهذه الخريطة الحالية إلا مع العهد الإيطالي. ما قبلها كانت هنالك توجه، يعني انتماءات مختلفة وارتباطات مختلفة بين من يرتبط بإثيوبيا ومن يرتبط بالسودان أو يرتبط كذلك بالدولة العثمانية التركية على كل، أو يرتبط بالحالة المصرية على كل. التاريخ يقول لنا بأن هذه الحالة أو هذا الكيان المسمى إريتريا لم يأخذ شكله في إطار الحدود الجغرافية الحالية والمكونات التي داخل هذا القطر إلا مع العهد الإيطالي، لأنه عهد استمر أكثر من 50 سنة تقريبا، ورسمت من خلاله معالم الدولة الإريترية الحالية. وبالتالي هذه الحالة هي كغيرها من حالة تشكلات الدولة القطرية في أفريقيا، حيث رسمت حدودها من خلال الاحتلال. الدول التي سيطرت على منطقة معينة لفترة من الزمان، لما خرج المستعمر اعتبرت حدود هذه الدولة هي حدود المستعمر وحدود المحتل خرائطها، لأنه هكذا كانت الأوضاع. فيمكن أن نقول بأن الكيان المسمى إريتريا حاليا لم يكن ما قبل احتلال إيطاليا له موحدا، ويمكن العودة للتاريخ في تلك المرحلة
سنجد هنالك مجموعة من الانتماءات، وهذه لها حقيقة دلالات يمكن أن تقرأ في السياق التاريخي الأريتري. النقطة الثانية أن الدولة الحديثة كغيرها من الدول الأفريقية مرسومة بحدود المحتل، والمحتل لا يهمه إلا الثروات، ولا يهمه إلا الاستفادة القصوى من ثروات الأرض المحتلة والشعب. وبالتالي إريتريا في الحالة يعني استمرت معها لفترة من الزمان. ويمكن القول بأن دراسة الحالة الوطنية الإريترية في 4 مراحل، يعني تعطينا على الأقل المؤشر الكامل للحالة الوطنية المسمى الآن إريتريا. الحالة الأولى هي الاحتلال الإيطالي الذي استمر أكثر من 50 سنة، وبعد رحيل إيطاليا وهزيمتها أمام قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية، يمكن أن نقول بأن هنالك وضعت بذور الحالة الوطنية الإريترية، لأن شعور الإريتريين الذين سكنوا هذه البقعة، الشعور المشترك بالاستهداف والشعور المشترك بالمعاناة والشعور المشترك بممارسات الاحتلال التي كانت تسيطر على الأرض وتسيطر على الإنسان وتستغل الأرض وتستغل الإنسان، هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بأنها كانت حالة خاصة بمجموعة دون أخرى، بقدر ما كانت حالة عامة وجامعة لكل الذين انتسبوا إلى هذا الوطن في تلك الفترة. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي المرحلة البريطانية، وهي يمكن أن نسميها المرحلة الانتقالية، واستمرت عقدين من الزمان. ربطت فيها في هذه الفترة ربطت إريتريا فيدراليا مع إثيوبيا. هذه المرحلة ظهرت بصورة أوضح قضية طبيعة التشكلات وطبيعة تمظهرات الحالة السياسية في إريتريا. ظهرت فيها أحزاب سياسية مثل الكتلة الاستقلالية والإمدنات، وظهر فيها بشكل عام يمكن بصورة أكثر وضوحا الشعور بالانتماء الوطني والمصير المشترك، وذلك من خلال ظهور بشكل خاص الكتلة الاستقلالية. هذه الكتلة الاستقلالية إلى حد كبير أدت بشكل قوي إلى أن يظهر الكيان أو الشعور الوطني بصورته الكلية، رافضا لكافة أشكال التقسيم والأطروحات التي وردت في هذه المرحلة، سواء كان الذهاب نحو إثيوبيا من خلال حزب يشد إلى هذا الاتجاه وهو حزب الإمدنات، أو الذهاب إلى حالة نحو السودان مثلا كما روجت له في تلك الفترة الحكومة البريطانية على وجه التحديد. والحكومة البريطانية للأسف الشديد تلاعبت في هذه المرحلة بالتناقضات الإريترية، وحاولت أن تطرح وتشجع الناس نحو موضوع التقسيم، بحيث يكون هنالك حالة تتبع لإثيوبيا وحالة أخرى تتبع للسودان. وربما كانت بريطانيا كما ذكرت يعني واحدة من الدول التي أسهمت في هذا الاتجاه. المرحلة الثالثة التي يمكن أن يدرس فيها مسألة الكيان الوطني الإريتري هي فترة الكفاح المسلح من 61 إلى 91 أو 93. عفوا. هذه الفترة يمكن أن نقول بأن حالة الاستقطابات وحالة الانقسام الداخلي لمسألة الشعور الوطني تكاد تكون شبه حسمت، واتفق الشعب الإريتري بمجمله في هذه الفترة نحو مسألة حرب التحرير، ووضحت صورة أن هنالك شيء اسمه إريتريا، وهنالك شعب يسمى إريتريا، وهنالك لا بد لهذا الشعب أن يقرر مصيره وأن يحدد مستقبله السياسي. وبالتالي يمكن أن نقول مرحلة التحرير أو مرحلة حرب التحرير، مرحلة الكفاح المسلح، هي من أقوى المراحل التي ظهر فيها يعني الشعور الوطني، وظهرت فيها الحالة الوطنية بصورة كبيرة، حيث تلاحم الدم الإريتري يعني مع بعضه البعض من خلال القتال والموت في الخنادق والشعور بالمعاناة المشتركة والشعور بالمصير المشترك. هذه تقريبا يمكن من أقوى المراحل التي برز فيها هذا الأمر. المرحلة الرابعة هي مرحلة ما بعد التحرير، أي ما بعد ظهور الدولة الوطنية الإريترية في 93، حيث استقلت فيها إريتريا وأعلنت كدولة مستقلة. في هذه الفترة أيضا حصلت هنالك ربما يمكن أن نقول خلاص يعني إريتريا صارت دولة ذات سيادة، أعلنت في الأمم المتحدة، تم الاعتراف بها، تم الاستفتاء من خلال استفتاء شهده العالم كله. وأظهر الإريتريون في هذا الأمر بأن إريتريا غير قابلة للانضمام أو قابلة للتفكيك، بقدر ما أن الشعب الإريتري بعد نضال 30 سنة النهاية هي دولة ذات سيادة مستقلة
لا تتبع للسودان ولا تتبع لإثيوبيا ولا هي أيضا جزء من أي منظومة من المنظومات التي هي خارج، فهي دولة مستقلة ذات سيادة. حقيقة هذه هي تقريبا المراحل التي مرت بها التشكل للحالة الوطنية الإريترية. وفي كافة المراحل هنا يهمنا أيها الإخوة، أريد أن أسرع حتى إن شاء الله يعني نكسب الوقت. في كافة المراحل الوطنية هنالك معلم بارز للمكونات الإريترية. ظل سيد الموقف، يعني نلاحظ في فترة الإيطاليين والبريطانيين وفترة الحرب التحرير، وكذلك في ظل الفترة الوطنية التي نعيشها الآن، يمكن أن نلاحظ أمرا مهما جدا في طوال هذه الفترة. هذه المسألة وهي ما يمكن أن أسميه أهم أزمة، وهذه إن شاء الله قضية الأزمات سآتيها، لكن ظلت هذه المسألة تصاحبنا في كل فتراتنا التي مرت بها، سواء في عهود الاحتلال أو في ظل الدولة الوطنية أو في مرحلة حرب التحرير. هذه الأزمة التي تمثل أزمة جوهرية تتفرع عنها ما سأتكلم عنه من أزمات، هي ما أسميه بأزمة الهوية الإريترية. أزمة الهوية الإريترية وسؤال من نحن، يعني تحديدا لو سأل كل واحد من نحن كإريتريين، هذا السؤال والذي هو سببه يعني سؤال الهوية سبب ونتيجة لأزمة الثقة المتولدة من الممارسات التاريخية والحالية. يعني مسألة الهوية ليست الدولة الوحيدة التي تتعدد فيها الهويات، ربما نحن تعتبر يعني أبسط حالة ربما نكون في الحالة الدولية أو في كثير من الشعوب المعقدة. حالتنا ليست بهذا التعقيد، هي حالة إلى حد ما تعتبر عادية جدا في شعب بسيط جدا، في تعداد هذا الشعب أيضا الذي لا يصل، لم يتجاوز بعد إلى من 4 أو من 5 إلى 6 ملايين أو يزيد قليلا. وبالتالي حالتنا حقيقة لولا وجود أزمة الثقة والعجز في التعاطي مع هذه الحالة وقراءتها بشكل صحيح لما شكلت لنا فعلا أزمة بهذا الحجم. لكن أستطيع أن أقول بأن أزمة الهوية وسؤال من نحن ظل هو السؤال الأبرز والحاضر طوال هذه المسيرة الطويلة. من نحن؟ أي الذات الإريترية تحديدا، من هو الإريتري؟ ما هي هويته؟ ما هو يعني هنا طبعا لا أريد أن أقول يعني قد يقول قائل بأن الهوية الإريترية محددة بالجغرافيا التي حددها المحتل، وبالتالي كل من هذه الدولة فهو إريتري. لا أريد هذا طبعا إجابة مبسطة أو إجابة غير معقدة، لكن نحن نريد أن نقول كيف ينظر من أطراف التركيبة الإريترية للهوية الإريترية. فعلا هنالك تعريف جامع نستطيع أن نتفق عليه، أم أن كل طرف من الأطراف ينظر إلى إريتريا بالتعريف الجزئي للهوية وليس بالتعريف الكلي للهوية الوطنية الإريترية؟ فمثلا حتى أكون أكثر وضوحا، هل يعني فعلا عندما نعرف الهوية الإريترية الجامعة نعرفها فوق قضية الأديان وفوق قضية الأعراق وفوق قضية الأقاليم وفوق قضية المناطق وفوق قضية اللغات والإثنيات، أم أننا عند التعريف يتم التنازل بالتعريفات الجزئية، فكل طرف مثلا ينظر إلى إريتريا في المرآة التي ينظر فيها نفسه فقط ولا ينظر إلى بقية الأطراف؟ هنا تكمن الإشكال. مثلا الشخص الذي يرى إريتريا العربية مثلا بعروبتها ينظر إلى إريتريا أنها عربية ولا علاقة يعني لا ينظر إلى الأطراف الأخرى التي لا تعتبر بهذا التعريف، أي أنها لا تنظر نفسها بأنها عربية. والإنسان التجري الذي ينتمي إلى التجرية مثلا ينظر إلى إريتريا من هذه الزاوية، وبالتالي يتعجب في أنه والله كيف يكون هنالك إنسانا إريتريا لا يتكلم التجرية مثلا، يستغرب. وهكذا يعني التعريف لماهية الإريتري تعتبر من أكبر المشكلات التي ظلت تصاحب الحالة الإريترية طوال مسيرها الطويلة. وسؤال الهوية أيها الإخوة بطبيعته يستدعي محددات الهوية في إطاراتها ومحدداتها المختلفة، فيدخل هنالك العامل الديني ويدخل العامل الثقافي ويدخل فيه العامل اللغوي ويدخل عامل الأعراق وعلاقات القربى والجار والعلائق القبلية. والإجابة على ذلك تتطلب معرفة تداخلات وتناقضات وتقاطعات هنا وهناك، ومعرفة القواسم المشتركة والتي ينبني عليها في نهاية المطاف التعريف الجامع مع مراعاة الخصوصية. يعني نحن عندما نريد أن نقول بأن التعريف إلى هذه اللحظة الإريتريون لم يتوصلوا إلى تعريف جامع مانع بحيث يدخل كل من هو إريتري في هذا التعريف مع مراعاة الخصوصيات. يعني إريتريا لا يمكن أن تعرفها بأنها هي دولة تجرينيا مثلا، وإريتريا لا يمكن أن تعرفها بأنها هي
دولة وإريتريا لا يمكن أن تعرفها بأنها هي دولة العرب فقط، وإريتريا لا يمكن أن تعرفها بأنها هي دولة الأفارقة فقط. يعني هذه كلها تعتبر، وإريتريا كذلك لا يمكن أن تعرفها بأنها هي دولة المسلمين فقط، أو تعرفها بأنها دولة المسيحيين فقط. هذه كلها تعتبر تعريفات أو في إطار خصوصيات الهوية، خصوصيات داخل الهوية الجامعة. فالتعريف حقيقة للهوية الإريترية يستبطن كل ذلك، يستبطن الحالة العربية وحالة التجرينية وحالة المسلمين وحالة المسيحيين وحالة الوثنيين وحالة العنصر الأفريقي. كل هذه تعتبر في إطار خصوصيات التعريفات الجامعة. فمثلا عندما يقوم شخص من الأشخاص بالنظر إلى الهوية الإريترية من زاوية خصوصيته، زاوية الخصوصية الدينية أو خصوصية اللغة أو خصوصية العرق، فإنه حينها سيظلم الأطراف الأخرى، وسيتعامل مع الحالة الوطنية بشكل مختزل وضيق جدا، ولا يعبر عن الهوية بصورتها الصحيحة، وينتج عن ذلك بطبيعة الحال المقاومة والرفض وغياب التعايش الوطني، لأن من شرط وأساسيات التعايش الوطني هو الاعتراف الكامل بكل المكونات في إطار التعريف للهوية الجامعة. وهنا كانت المشكلة، حيث الإجابة بالتعريف الجزئي على الهوية. التعريف الجزئي هنا أقصد به أن يعرف المسلم إريتريا بأنها إسلامية، ويعرفها المسيح بأن والله هي دولة مسيحيين، ويعرف التجرينية بأن هي دولة تجرينية، وهكذا. هذه أسميها التعريفات يا أخوان، تعريفات الجزئية. الذي ينظر إلى إريتريا بزاوية التعريفات الجزئية يخطئ كثيرا، ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يبني وطن يسع الجميع. نهاية هذه الطريقة، نهاية الحالات اللي هي التعريف للهوية بالانتماءات الجزئية، ظلت مصاحبة لنا في كل الفترات. ففي مرحلة تقرير المصير مثلا، في فترة تقرير المصير، كان الهاجس الهوياتي، هاجس الهوية، هو المسيطر على جميع المكونات. كل المواقف التي حصلت في فترة تقرير المصير سنظل نستصحب فيها هذا الهاجس. لا أستطيع أن أقول بأن دعاة الاستقلال الذين مثلا كان قاعدتهم الأساسية الرابطة الإسلامية مثلا ومن معها من الكتلة الإستقلالية، مجموعات الكتلة الاستقلالية، لا أعتقد وهم يرفضون الانضمام إلى أثيوبيا والذهاب إلى أثيوبيا كان بعد الهوية غائب. لا، بعد الهوية حاضر عند هذه المجموعة بلا شك. يعني كان عنصر اللغة حاضر، عنصر الدين حاضر، عنصر السياسي حاضر في النظر إلى أثيوبيا كدولة إمبراطورية كهنوتية لم تكن فيها أي أبعاد لحراك ديمقراطي مثلا يعبر عن كافة المكونات. فالنظر السياسي كان حاضر في المشهد. النظرة التاريخية أيضا لدى هذا المكون بلا شك أنها كانت حاضرة، حيث كثير منهم ربما كان يقرأ التاريخ في سياق أنه لم يكن في يوم من الأيام جزء من هذه الحالة الأثيوبية، إنما كانت ارتباطاته بعيدا عن الحالة الأثيوبية وهكذا. كذلك ننظر إلى الطرف الآخر، هو الطرف الذي كان ينادي بالانضمام إلى أثيوبيا، موقعه أيضا كان حاضر فيه البعد الديني، وحاضر فيه البعد الثقافي، وحاضر فيه بعد الانتماء، وحاضر فيه بعد الأمن والقلق كذلك من الحالة التي ربما تحيط به من محيط عربي إسلامي. فهذه أيضا حالة طبيعية، وكانت ربما هاجس لعبت فيه بعد ذلك الكنيسة ورجال الدين، ولعب فيه الإمبراطور، ولعبت فيه النخب. على كل أريد أن أقول بعيدا عن محاكمة تلك المرحلة، لأنها مرحلة حقيقة مضت وانقضت، والله سبحانه وتعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فنحن لا يهمنا الآن إدانة أي طرف من الأطراف، ولكن يهمنا القراءة الصحيحة لتلك الأحداث. كانت الأحداث هذه مستبطنة بشكل أو آخر هواجس الهوية مسيطرة على الجميع. ظهرت في هذه الفترة نتيجة هواجس الهوية تناقض الإرادات والخيارات السياسية لمكونات الوطن الأريتري، حيث اختارت الغالبية من المسيحيين خيار الوحدة مع أثيوبيا بناء على تأثيرات الولاء الديني ودور الكنيسة ورجال الدين، بالإضافة لهاجس الثقافة وتعريف الذات الجزئية. وهذا الهاجس الثقافي جعل دعاة الكتلة الاستقلالية حتى من أبناء التجرينية الهاجس اللي هو هاجس الخوف من الآخر والخوف من الشريك الوطني ومخاوف الهوية بشكل عام، جعل حتى من هم داخل كتلة الاستقلال ينادون أيضا بفكرة تجراي تجرينيا مثلا، مثل ولد ولد مريم وراس تسمى، ظلوا وهم ينادون بعدم الانضمام إلى أثيوبيا، لكنهم نادوا بفكرة أخرى وهي فكرة تجراي تجرينيا، باعتبار أيضا هذه حالة تعبر عن طمأنينة في الهوية وطمأنينة في الثقافة، وتخرج على الأقل هذا الطرف الذي ينظر بهذه الزاوية تخرجه من زاوية القلق
وهواجس الشراكة الوطنية ربما التي يتوجس منها. وأما الغالبية المسلمة فقد تبنت خيار الاستقلال لعوامل كما ذكرت، عوامل تاريخية، دينية، عرقية، سياسية. وهنا طبعا تلاعب المحتل البريطاني بالتناقضات وتسويقه لمشروع التقسيم، وتبنى مشروع المنخفضات الملحق السودان في ذلك الوقت. رابعا استثمار الامبراطور للهاجس الديني والثقافي وتوظيف الدين والكنيسة لإلحاق إريتريا بإثيوبيا واستيعاب بعض القوى المسيحية في الدولة في مواجهة الآخر. أيضا هذه واستثمرت التناقضات، تناقضات الهوية والثقافة بشكل كبير في هذه المرحلة. إذا ظلت الهواجس أيها الإخوة مصاحبة لنا منذ النشأة والتكوين حول تعريف الهوية وبناء الخيارات السياسية عليها، حتى في مرحلة الفعل الثوري، حتى في مرحلة الثورة الأريترية ظل هذا الهاجس موجود ومستمر معنا حتى بناء الدولة الأريترية. يعني في فترة ربما تجربة جبهة التحرير الأريترية، بالرغم من أنها مشروع وطني استطاع أن ينفتح أمام الجميع وظل يعبر إلى حد كبير في سياقات المشروع الوطني الأريتري، لكن ظل أيضا هنالك من لا يرتضي بهذه السياقة أو لا يرتضي بهذه التركيبة ربما لتركيبة جبهة التحرير، وفكر البعض ربما في خيار آخر، وظل أيضا لا يمكن بأي حال من الأحوال وهو يلتجئ إلى الخيار البديل أن يغيب عنا أيضا هاجس الهوية وهاجس الثقافة وهاجس الخوف، أو على الأقل التعريف الهوية الأريترية بالنظرة الجزئية والنظرة غير المتكاملة. وأدت هذه حقيقة إلى حالة الانشطار كما نعرف في الساحة الأريترية، إلى أن وصل على كل كيف طرف من أطراف المكون الوطني الأريتري يتحالف مع طرف خارجي، طرف قد يعتبر أجنبي على الحالة الأريترية وهو التجراي، ليتم التحالف معه وإخراج مكون وطني من داخل إريتريا وهو جبهة التحرير الأريترية لتخرج من الساحة وتسيطر تقريبا الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على المشهد السياسي، وتصل بنا في نهاية المطاف إلى السيطرة على الكيان الوطني الأريتري بجملته. هذا على الأقل كمدخل. إن شاء الله أقف عند هذا الحد وأترك الفرصة للأخ ليتمكن من الترجمة إن شاء الله، وبعد ذلك ندخل في الأزمات إن شاء الله الوطنية إجمالا. شكرا. دكتور يا ريت استنى في المايك، لأنه في قاعد يطلبوا بطاقة الشخصية. يا ريت عرفت نفسك بموجز بسيط كده لبطاقتك الشخصية، لأنه قاعدين يسألوا الشباب. طيب. أنا تسمعوني؟ أيوه اسمع ماشي. دكتور حسن سلمان. اكس قاعد يعمل ايكو، ولو نزلت منه لحد ما يكمل. الدكتور حسن سلمان مواليد إريتريا، وتحديدا منطقة القاش ريفي هيكوتا، ومنطقة حطاطيليت معروفة بحطاطيليت، ريفي هيكوتا، ريفي مدينة هيكوتا، ومنحدر أصلا من منطقة إقليم عنسبة، يعني وطن الجدود والحضور القديم، ولكن وجودنا حاليا تقريبا في القاش. درست في السودان كافة المراحل، ومن العاملين في الحركة الإسلامية منذ بدايات تقريبا الثمانينات، مهتم بالحركة الإسلامية الإريترية ومن مؤسسيها. كنا من مؤسسي الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا، ثم بعد ذلك دخلت في حاجة اسمها الجبهة الإسلامية لتحرير إريتريا، ثم حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، وكنت فيها نائب رئيس المكتب السياسي. ثم بعد ذلك كنت أيضا تعرفوا طبعا حصلت انقسامات في حركة الجهاد، فكنت مع الخط الذي يقوده الأخ الفاضل الشيخ أبو سهيل محمد أحمد صالح. كنت نائب رئيس حركة الجهاد، ثم بعد ذلك حركة الإصلاح، وحاليا تقريبا من مؤسسي المؤتمر الإسلامي الإريتري، وحاليا أنا عضو قيادة في عضو المكتب التنفيذي أو مساعد الرئيس للمؤتمر الإسلامي الإريتري. هذه تقريبا باختصار يعني التعريف. شكرا لكم. نعم.
اوكي شكرا دكتور اف بي اي الله غرني اوكي نغطي مدبنا اف بي اي تحزه اوكي الله غرني موجود هل موجود يا اف بي اي يا اخوان في صوت معلش هل تسمعوني اوكي طيب ما شاء الله طيب اف بي اي وينك يا اف بي اي هل تسمعنا ان شاء الله لو تسمع ارفع يدك بس كوفو ولا غرني كوفو ايوه دكتور حسن بامكانك تنزل على بال ما يترجم. انا قاعد اتصل على اكس اف بي اي عشان اشوف ايش المشكله اللي عندي. طيب ان شاء الله كبرات اخواتنا اسكع اف بايز مصانا دكتور حسن كمزي كبلو صنحه سمعوا تخونوا بزعبه نفس كمان حجي خلالي صنيحو حجي ان شاء الله تي قسم اب 3 تمغيل زلو قداماي قسم تزاري بلو حجي اب كلاي تزارب عندنا بس حجي قداماي ان شاء الله حجي ترجمي بحونا اف بي اي مالتيو حنسب نصبيموني شعون افتي ترجمه هنا اتينا اوكي يغريتا بس يسمع له خذه اوكي بس اوكي وتياسر طلعك يا غريتا اوكي قرم مجمريا نحضر جاقانون نتي ابز غزال تقبرلين عدمل يا مسجن ذي لومي انا مس احواتي مس دق عدي دق هاجري كم زغيره كراقب كلخو قرعات يسمعني اذا كبر كلخو اب ايرترا بزح صقام كم زلو يرايني اتي صقام ግን ኣብቲ ኣብ መሳርታ ኤርትራ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ በጋ ኣብቲ መጀመርታ ካብ 3 ክፋል ከፊልና ኣለና እቲ ቀዳማይ ክፋል ብኡ ክጅምር እየ ንሱ ከዓ ኤርትራ ከም ሃገር ከመይን ኣበይን ከመይን ከም ተመስረተት ዝብል እዩ ቅድሚ ታሪክ እንተዘኣከድና ቅድሚ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ኤርትራ ካብ ክልቲኡ ካብ 3-4 ሸነኻት ወይ ከዓ ዝውሕዝ ወይ ከዓ ኣብኡ ገጹ ዝፅጋዕ ባህልን ልምድን ዝነበረ ሃገር ገለ ኣብ ናይ ቱርኪ ዝታሰር ገሊኡ ኣብ ናይ ግብፂ ገሊኡ እውን ኣብ ምስ ናይ ዑስማናዊ ቱርኪ ገለ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ገለ ከዓ ምስ ሱዳን ዝዛመድ ዝነበረ ባህርያዊ ተቐማጦ ዝነበርዎ ሃገር ኢልና ክንፈልጣ ንኽእል ኤርትራ ድሕሪ መግዛእቲ ጣልያን እንተርኢና ግን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ዶባተን ብመግዛእቲ ተመስረተ ኣብ ካብ 50 ዓመት ወይ ካልእ 50 ዓመት ዝኾነ ብትግራይ ብጣልያን ዝተገዛእተሉ ግዜ ግን ኤርትራ ከም ሃገር ከምተን ካልኦት ኣፍሪቃ ዘለዋ ብመግዛእቲ ዶበን ተሓንፀፃ ዶባ ክሕንፀፅ ክኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ከመይ ንርእዮ ወይ እዚ ህዝቢ እዚ ምስ ታሪኻዊ መጻጽኡ ኣዛሚትካ ኣብ መንጉኡ ዘሎ ዘይምትእማን ካበይናይን ካበይን ይብገስ ኢልና ክንርኢ ክግድደና እዩ ንኣብነት እንተ ደኣ ንሕና ከም ሓደ ህዝቢ ክንብል ከለና ብሓደ ሃገር ተጠርነፈና ህዝቢ ዝተፈላለየ እምነት ዘለና ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለና ዝተፈላለየ ቋንቋን እምነት ዘይብሎምን ዘለና ክንከውን ኢና እዚ ግን ንፍልልያት ዘግፍዕ ወይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ዘግብር ዘይኮነስ ከምቲ ባህርያዊ ቦትኡ ንሃገር ከም ናይ ኩሉ ደቂ ሃገር ንዓይ ሰዓብ ወይ ከዓ ንዓይ ተኸተል ወይ ካባይ ወፃኢ ዝሓሰበ ፀላእየ እዩ ካብ ዝብል ዝብገስ ኣተሓሳስባ ዘይመውፃእና እዩ ሕጂ እዚ ሎሚ ኣብ ከም ኣርእስቲ ወይ ከማን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኣርእስቲ ዘዛርብ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘይ ምትእማን ወይ ከዓ ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደ ምስ ዝተፈላለየ ብዙሕነት ኣረኣያታትና ኣብ ሓደ ሃገር ክንነብር ከም ንኽእል ምስዓር እዩ ሕጂ እዚ ኣበይ ወስደና ሓደ ተዓዛባይ ወይ ከዓ ሓደ ወሳናይ ኣብ ዝኸውን ይወስደና ኣሎ
እዚ ከዓ ዓቢ እዚ ናይ ሎሚ ዝሪኦ ዘለና ፀገም ከም ክተወና ክኢሉ ንኣብነት ኣነ ኣብ 3 መርገፃት ክመቅል እየ ክብል ከለኹ እቲ ቀዳማይ መእተዊ ታሪኻዊ መእተዊ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣብቲ ካልኣይ ርእቶይ ከዓ ኣብቲ መርገፃት ክኸውን እዩ እቲ ንሱኻ ከመይ ጌርካ ንሃገራዊ ሽግራት ከም ትፈትሕ ንኣብነት መምክን ንብል ንሕና ጂ ከም ሃገር ኤርትራ እንታይ ፀገምና ኢልካ ምርኣይ ንኣብነት ቅድሚ መግዛእቲ ናይ ጣልያን እንተደኣ ክንሪኦ ኮይና እዚ ሃገራዊ ህላዌ እዚ ከመይ ይመስል ነይሩ ንታሪክ ከመይ ነንብቦ ነርና እዚ ሃገር እዚ ከመይ ገይሩ ሃገር ክኸውን ክኢሉ ኢና ክንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፀገማት ብከምኡ ኢኻ ክትገምግሞ ትኽእል ሕጂ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ወይ ከዓ ብዙሕነት ኣረኣያታት ዘይምኽባር ንባዕሉ ኸማ ነቲ ኣረኣያታት ከም ሓደ ደቂ ሃገር ናይ ኩልና ርእቶ ክቡር እዩ ዘይምባል እዚ ታሪክ ይብለና ንከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ክትፈትሕ ዘይምኽኣል ነዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክፈጥረና ክእዩ ዘብፅሓና ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ኢልና ንሕና ኤርትራ ኢልና ንፈልጦ ዘሎ ህዝቢ ከም ካልኦት ኣህዛብ ወይ ከዓ ከምቲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ርእቶታት ወይ ብዙሕነት ኣረኣያታት ዘለዎ እዩ ግን እዚ ማለት ግን ከምዚ ዶ ክንከውን ነርና ክብለካ ዝኽእል ንኣብነት ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንተርኢና ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ኮይኑ ነቲ ከም ሃገረይ ክትህሉ እያ ንዝበላ ብሓደ ኮይኑ ተኸላኺሉ እዚ ሕጂ ሓደ ኣብነት ናይ ኤርትራውነት ወይ ከዓ ሓንቲ ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ዝሰርሑ ዘረጋግፅ ኣብነት እዩ ወመምክን ከማን ንብል እዚ ሎሚ ዘሎ ምንነት ናይ ኤርትራውያን ወይ ከዓ እዚ ምንነት እዚ ከም ሓባር ናይ ሓባር ርእቶ ከም ኣብ ሓንቲ ፅላል ናይ ሓንቲ ሃገር ንኩሉ መሰላት ዝሕሉን ዘረጋግፅን እንተ ንሓስብ ነርና ከም ነጥብታት ብዙሕ ዝፈላለየና ኣይምተረኽበን እዚ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ከም ህዝቢ ኢና ክንዲ ሓደ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ኢልና ነፍስና ንፈልጥ ንሕና ወይ ኣነ ወይ ንዓይ ተኸተል ወይ ከዓ ፀላኤኻ ዝብል ኣገባብ ክንክተል ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ሃገራውነት ብከምዚ ክስራዕ ክኸውን ከሎ ፀገም እዩ ስለዚ ንሃገራውነት ኤርትራ ኣብ 4 ከፊለ ክሪኦ ምተለይኹ ቀዳማይ እቲ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ድሕሪ ናይ ጣልያን ምኻድ ድሕሪ ናይ ብክዳን ምስዓሮም ናይ ውክልና ናይ ብሪጣንያ ዝነበረ ኣብዚ ከዓ ንፍልልያት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ነዚ ብዙሕነት ኣረኣያታት ናብ ህዝቢ ኤርትራ መዝሚዙ ኣብ ፈፂሙ ክተኣማመን ዘይክእል ዘብፅሐ መድረክ ክኸውን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ብሓባር ክስምዓና ዝነበሮ ከም ሃገራውያን ናይ ሓባር ሓሳብ ክዕውት ዝነበሮ ኣረኣያታት ክንዲ ዝዕወት እቲ ዝፈላለ ኣረኣያታት ዝያዳ እንዳለምዐ ወይ ከዓ እንዳበርህቅ እንዳተሓየለ ክኸይድ ርኢና ማለት እዩ እቲ ራብዓቲ ሳልሳይ ክፋል ከዓ እቲ ደጊመ ቁሩብ ቀልጢፈ ነይረ መስለኒ ኣብ ናይ መግዛእቲ ናይ እንግሊዝ ዝርአናዮ ብሓቂ ናይ ሕዚ መድረክ እዚ ብሓቂ ኣሰካፍን ንህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ሎሚ ካብ ዘሳቂ ኣሰር ዝገደፈ ክበሃል ይከኣል ሕጂ ኣብ መንጎኦም ሓደ ናፅነታውያን ምንቅስቃሳት ክረኣዩ ከለዉ ብንፁር ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ተቐቢልና ዝብል እምነት እንተነበሮም ብካልእ ሸነኽ ከዓ ንኣንድነት ወይ ከዓ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ሓድነት ዝብል ከማን ብሓይሊ ክንቀሳቀስ ዝተረኣየሉ ግዜ ወይ ከዓ ክተኣኻኸብ ዝጀመረሉ ግዜ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ መጀመርታ ግዜ ከም ሰልፍታትን ከም ፖለቲካውን ሓይልታትን ክረኣየሉ ዝተጀመረ ዓመት እዩ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣርስታት እዚ ከም ሓሳባት ዘምፅኦ ዘለኹ ምእንቲ ፀገምና ክነለሊ ስለ ዘለና እዩ
بزحزن كا اتي ناي تزحزن كا نايتي نا انجليز صوتا امونغ فلياتنا اب وشتنا سمبرات مسرحات راح زي كونسي تزحزن كم حدا صقم كوينو نفرلياتنا كغافح ترايل غزي زخا زحدنا حزم كوي زغلص يل معناته ስለዚህ ኣብዚ ናይ አጣሊያ ናይ ሳልሳይ ሕጂ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ብረታዊ እቲ ሳልሳይ መርሓለ ማለት እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ መጀመር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ መጀዝ ዘመን እዚ እቲ ሰውራናውን ምስትፍልልያት ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ካብ እንግሊዙን ዝተመስረተ ከይተረፈ ሒዝዩ ምስቲ ሰውራና መብጋሱ ከማን ኣብ ግምት ክንእቱ ይግባና እዚ ስኢሊ እዚ ከዓ ንኤርትራ ብተፈላለየ መልክዓታ ወይ ከዓ እቶም በዓል ሃይለ ስላሴ ኹን ወይ ከዓ ብካልኦት መግዛእቲ ዝፍኖ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳታት እውን ነቲ ሰውራና ወይ ከዓ ነቲ ተጋድሎ ብረታዊ ተጋድሎና ከም ዘይሰርሕ ወይ ከማን ኣብቲ ናይ ቀደም ሕማማት ከም ዝኣቱ ገይርዎ እዩ وانا من دا اشات عبد الله اجي ابتي ناي حبار سراح وين ابناي حبار علامه كاين سرح زغبرنا اتي سمبراتات ناي فلليات كي تفتح سورة ارترا مجمار نير مالتيو ذي كا ناب ولا مستقل لحمقاتاتنا ارترا ناصنت كو زبصحن تخونه لكن ذي ناي وسون بجله ستان كراغت كيلو مالتيو وبذحريقها إيرترا ولا تحد قجلة كلون إيرترا كم هاد الناس هاجر لو نتاز الرجاجات تأمين الله مالتيو ذي كا إيرترا أبتو تحت زخوانه يكون كنتات نهز بإيرترا مفل اللاين ناب إيرترا كم حنت هاجر مفراسن فسيم قبول زي كنا بهز بإيرترايو إذا كا إيرترا كم ناس هاجر لولاويت هاجر مخانا بدمونا 3 عامات قالت الرجاجات راح زي كونه بحقاونتون إيرترا بحبرتسب عالم فلت علاويت هاجر تلتقونات إذا بحصر زبالة إيرترا زي حلفتو مدرخات حصر زبالة إذا غيرنا نقلصه أبزغا حزب إيرترا فتصيمو زي تراتر مننتن مننت إيرتران متمساجراوي متسارون زرقاقات خمتا قديمة زبالكو حزب إيرترا أب ثورة الرقاقي صويو ولا تحجزوا لكم نتي ثورة إيرترا زرقاقات عوت نتي ثورة إيرترا زرقاقات عوت زفرس انت ترأيه إذا كن كم زلوا صنيحيو قصيلو خمانيو نتي إيرتراوي مستقلو فتنتات زورده زلو نتي حقراوي ناطنتو أحليفو كم زي كيهب زمحاله حزب ون نمجمر نقول لك جزيخ كلا خلو كم زخونا خا يرأى له مالتي اجي ابز بقى تتصقم من النت إيرترا كما يمثل نمكابي زمصيو منينا نحنا توم إيرتراويان اذا حتى زي إذا حتى من النت مس إذا من النت من يتصقم زمصانتنا مستينا بعد حدنا زلة طرطران زي متأمامن زي التأساسر نزق وان زي ساقينا زليو نحنا كم إيرتراويان من النت زلنا تزقل لنا قر كنقبر زلنا ناي بزحنت الرأياتنا تقبلك كم ناي كلنا هقر ناي حبار هق علامة كنسرحي زقباء نير تزقل ليه كنقبر زقباءنا قل إذا حزبي إذا كان 4 مليون زي بز حزبي مستي ناي امنت هلا كوز ناي امنت حطو ويكا ناي امنت بطفا انت زي هلو نيرو اذا 4 و 5 مليون زي بز حزبي اب كندزي سفلليات كبص حي متقبرن منينا نحنا تكسع جقا منينا نحنا زبل قداماين جينا زي تملسن زي شجرنا زلو حطيو منينا نحنا مني مننتنا إيرترا مامتاز توسنة ويون بقانقاز تأساسر ويون مس غربابتي زامد أيقونا تحتو من توم نا إيرترا كم هجر زقومو حزبتات ناي كلهم
ዕላማ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ምቅጻል ክሳዕ ዝኾነ እቲ ናይ ኤርትራ ምንነት ዘለዎ ንምንነት ናይ ኤርትራ ካብ ሓደ አብሊጹ ዘይህብ ወይ እውን በአንጻሩ ሓደ ካነ ሓደ ልዕሊ ሓደ ዘይኮነላ ኤርትራ ክትከውን ዝግባእ እዚ ግን ንሓባራዊ ምንነት ናይ ኤርትራ ከም ናይ ሓባር ምንነት መለለይ ክትገብሮ ወይ በአውራጃ ወይ በቦታው መቀማመጣ ወይ ከዓ ብናይ አገልጋሊ ወይ ከዓ ዝያዳ አነ ሰሪሐላ ብዝብል ኢና ንሰርሐሉ ዘለና እዚ ከዓ ቁኑዕ ኣይኮነን እዚ ነቶም ሕብረተሰብ ንኩሎም ብባዕረ ዘይምርኣይ ወይ ከዓ ነቶም ሰርሑ ጥራሕ ከም ሃገራውያን ወይ ከዓ ብሉፃት ምርኣይ ኢላ አኽሪ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ብጀካ እዚ ከዓ ቀዳምነታት ናይ ዜግነት ምውሳድ ከዓ ወይ ከዓ መለለይ ዝገብሩ ከማን ኣለውና እዮም ንኣብነት ኣብ ትግርኛ ዝውለድ ሕብረተሰብ ንምንታይ ዮም ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑሲ ትግርኛ ዘይዛረብ ኤርትራዊ ክኸውን የብሉን ዝብል ናይ ትግርኛ ተወለድቲ ኣለዉ ብኣንጻሩ ከዓ ክሳዕ ሕጂ ዘሳቂየና ዘሎ ከዓ እቲ ሓደ ሸነኽ እቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ካብቲ ዓረባዊት ዝብል ኣረኣያ ዘለዎ ከዓ ነቲ ኤርትራ ብድኣቱ ከም ናይቲ ዓረብ ንዓረብ ኣይኮናን ዝብሉ ፈፂሞም ከም ዘየለዉ ዘይርኢ በአንጻሩ እቲ ኣነ ዝብሎ ጥራሕ ኤርትራ ዓረባዊት እያ ይብል እቲ ትግርኛ ከም ዘሎ ፈፂሞ ዝርስዕካ ኣለና ካሊእ ናይ ደገ ምትእትታዋትን ነቲ ሻትና ናይ ሓባር ከም ናይ ኤርትራዊ ሽግር ክንዲ ዝገብር ናይ ደገ ምትእትታዋት ከዓ በዚ ዘቢሉ ኣብቲ ሽግራትና የፀብለል ክብል ንርኢና ማለት እዩ ስለዚ መለለይ ምንነት ኤርትራውነት ንኤርትራ ከም ኩሉ ማዕረ ዝስርዐላ ዘይኮነ ክኸውን ክንዲ ዝግብኦ ብኣነ ዝፈልጣ ጥራሕ ፍለጣ ንኤርትራ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነገሊኦም ንኤርትራ ግን ሓንቲ ሃገር ከም ናይ ትግርኛ ሃገር እያ ወይ ናይ እስላም ሃገር እያ ወይ ናይ ትግረ ሃገር እያ ወይ ናይ ገለ ዓለት ካብ ኤርትራ ሃገር እያ ኢልካ ንኤርትራ ምልላይ እቲ ሓደገኛን ንክሳዕ ሎሚ ኣብ ፍልልያትና ኣብ ፍልልያት ዘንብረና ዘሎ ሽግር እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ኩሉ ኤርትራውያን ብሓባር ንኤርትራ ከም ዘመስርቱ ወይ ከዓ ከም ሃገር ዘቆሙ ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍልይ ብናይ ሓባር ኤርትራዊ ምንነት ነዚ ብግቡእ ክሳዕ ብሓባር ማዕረት በፃሕና ዝብል ዕግበት ክሳዕ ዘይበፃሕና ከዓ ኤርትራ ናይ ተፈላለዩ ምንነታት ኮይና ይኽተርፍ ስለዚ ኤርትራ ከም ሓንቲ ሃገር ናይ ሓባር ሃገር ናይ ሓባር ምንነት ትገልጽ ናይ ሃይማኖት ፍልይ ዘይብላ ወይ ኤርትራ ናይ ክርስቲያና ወይ ኤርትራ ናይ እስላሚያ ዘይብላ ኤርትራ ናይ ኩሎም እቶም ንኤርትራ ምንነት ዘለዎም ኤርትራ ኢልካ ምእማን እቲ ቀንዲ እዩ ሃዊ መፀውዒ ናትና ኤርትራውያን ኢና ንኤርትራ ከዓ ልክዕ በቲ ስእሊ ናታ ንኤርትራዊ ኣነ ንዝብል ኤርትራውነቱ ተረጋግፅ ሃገር ክትከውን ከም ትኽእልን ናይ ብሓባር ብናይ ሓንቲ ብምክባር ኣብ ሓንቲ ሃገር ክነብር ከም ንኽእልን مسحاتنا تزعبي صقم مالتي كابت صقمات عادي مالتي تا صقم اذا ኤርትራውነት መለለይ ሓደ ጉጅላውነት ዝገልጽ እንተ ኮይኑ ወይ ክርስቲያን ወይ እስላም صقم አለና ማለት እዩ ትግርኛ ዛረቡ ኤርትራውያን እዮም እንታይ መቂልካ ምልላይ ምንነት ፈጺሞ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱም ምንነት ተመቃቂልካ አይነገርን እዩ ምንነት ናይ ሓባር ኩልካ ረቋሒ ናይ ሃገር እዩ ስለዚ ወሃገር ክመሃር ዝኽእል ህዝቢ ንምንነቱ አኽቢር ጥራሕ እዩ ክገብር ዝኽእል ከርሰለ ሽግራት ንዓና ከም ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ንዝመጽእ ወለተ ከማን ከሳቀ ክእል እዩ ምክንያቱ ምንነት ፈላሊኻ ኣይትገልጻን ኢኻ ንምንነት ፈላሊኻ ወይ ከዓ አንተ ትገልጻ ኮይንካ ንስኻ ነቲ ተሕልፎ ዘለኻ መልእኽቲ ነካል ወለዶታቱን ከም ኢሉ ስለዚ መሃል ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ደቂ ሃገር ይገብር እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ከምብረና ይኽእል እዩ أنا بخمس جرا نتي شجر كخبضة إليكم كل زارة زلخ لكن تهلو كنتاتنا نزي مثل كابزخ نوسك تي ناي من قصقاس حارنا زنوبر شنخات مالتي حارنا تاوين أبغذي برتاو تقادلونا ناب ناي من نتحطه شجر عين برا ناب تجزيت شجر من نت نيرون تزغون من البات تفلليات ناي سلطان نبوتاوي ኤርትራ ናይ ምብሓት ክኸውን ይኽእል እቲ መልእኽቲ ዝነበረ ላኪን ኣብቲ
منتنا إرترا جن نحتو ملكت أين برن تي تاريخاوي أما تعطانا إرتراون أبو ترى أين برون مالت أيكونن زي تاريخ زي بب وقلنا ويكا بب تفر عليه الردادة بتاريخ كلونا خليو التاريخ لكن بتفر عليه الردادة يكون زقلت بوتي زقب كم زلوا فليتك نت تاريخ نترختي ويكا نتي تاريخ بقبو نتوم إرتراو من نزقلت غير كان مقلاس دامبر تعادي بكبابنا مس عربن إسلامن كا أب عرباون أفريقاون كبابيتات سلزل ناسي تي إسلاماو شنخ نحن إرترا عربي أكبل يبلي الله إذا قلنا عيكونن مخنياتو إرترا ناي كل إرتراو دامبر إنت هذا شنخ بتصلبه تخيت هجر يكون تنزخ أب هجراو عيو أتقامي نحن سلذي ذي كل زقد سنة نتوم سبعة انتهى يبلو زي كونه نتك تاريخ بقبو من بابن نتك تاريخ أم بيبكان حزب إرترا ناي من النت أقام كم زي اللو بمردا بهذا شنخ بهذا شنخ كان ناي من النت أقام كابيز مسيو من كايت أقام أمسيو الكاميرا أي زلدي من يبلوغن أبدو حق الداسي كونه توم زبلو ناتوم رئيسة رحيو قنوع ديو قوي أي كز أبو كنزارة بحجي لينانيو لينان هنا ناي هيمانات مرحتي ناي مالت مساجد مرحتي تخرسيانات مرحتي إذي ناي فرليات ناب فتسيمو زي فتحت أقام كبس احنا زغل تران جدا علوهم نزي أبوتو نغملتو اجي اتي اب هاجراوي اب هاجر إرترا هاجراونت بقدامين كالعين زغلت منت أيكونن اتمنت ناي كله إرتراو معرنا أي كله ازي اب ناي قد محجز نبره ناب إثيوبيا ناب قدية قد محجحر نتاويان ترينا أبا بعل بحتى تمر مثلا ولا نو ولدا مريم زي هاشم حجر السعال له أنا بنت اكتكاب إثيوبيا محواسك زي فتون يروم تتقول راس سماوي ولا كاب إثيوبيا تاوكا زي دقفون يروم تقوينهم لكن التجراي تجرنيا زبلجن كم عادة حاجز وي كم عادة مرهو وي كعادة مفتاحي يري ونيروميم قال شنخ كمان أبو بخالي شنخ زريو كمان سبات نيروم سلازم تمنتنا إرترا مس وراس تسمع إيلاندي أنا يترجم يا زلخ رونج وده ساعة تبلون أنا ترجم يا زلخ سلازم منتنا إرترا ونت أب تصفات أجاماتن نتت أجامات تصفات يفوز الله مفتاحن يزد لينبر أب إرترا أجامات أب ترى قدم تاريخ تمليس كان ده تفعل ليها إن ده تناقص الكاخت نبر أي جبان مغنياتو اتي حتى ناي من النت ناي إرترا ناي كل إرترا وكوينو كم زقطر الزت على ترى يكونن نابنت تمكرنا ناي تقعد لحن إرترا انترينا يو ولا ون هجراوي حتى كنسو أب قالش أنا قاد جن بوي كأب زعبة إيش أنا قلت هجراوي حتى زنبرة بدي زي حقوس السنة قاد جن يروم إذا زي محقوس حجي إنسو يكون أنت سجام هجراوي حتى كنسو زي مقبلهم من حفتي حتى يكونن لكن نتكلم كتكي إلكا ويكا رجع تزاتي خا شجرك خان تفتح أب قريتشتن أب فتيم كا برتاو رسم متاويو أب مترش تاخا بزي مالت بإرتراو حيل زي كونه كهال عشنخ أب قداينا أتيقاقا نتو قداي كم حلافة كم نايكالي كدان تتقعكا نيرتاو عقم مهرام كمان ترأي مالتي وقتي نجابها موسعكا نايزي فلليات وتصيتي نيرو مالتي اسكي اوكي يغرط على مثلا اوكي اجي قولوا تعريفات نزل لا نو حنسى بس اوكي هجي بقى الدكتور سلمان تا تعريفات لا نجفها بموسى وديوس باقوم بركا نيرترا بصحي مالتي
أنا حسن سلمان يزبهل أب بركة بركات والده دقيقة يا أخي. أوكي، أنا دكتور حسن سلمان يزبهل أب مواليد إريتريا، أب إريتريا توليده عندما ببكي زارب له معلش محتا منطقة حتى تقريب توليده بقى تفلت حتى تقريب أبتقى كوتايا وكاب كاب ما بقولي كاب ذو عن سبايو naik adam abot ate jero tawal dua malatyo jegen ab ti tabti ana zabe kullu botaina nabir zalana ane ka majamarta nay min qasas nay islam zoba an sabaywa zoba an saba majamarta nay min qasas islam ka zumasrat kuye دحراي ناد محبرة مهرة ناي من قصقاص إسلام نيرة دحراي كابنا جهاد مكتل مكتب بوليتيكا بيت صحفت نيرة بدحريو أبتنا مفليات أب حركة جهاد مستقبرة كمان بأبو سهيل زمرها عينت ودب أبو صنيحة دحريو أب مع الراي فلسفي نيرة عن سبايوه عدو دحريوخا ما أبال مرحنت دحريوخا كابتوم مسرتنا إسلام أو قبائية دحري إسلام أو قبائية مسرات أبومبر نيرة بدحريوخا حجين مقتل ويكا تحقا غازينا أبومبر نايتي سلفي إسلام أو بايت الله وشكرا ودي أنا ترجمة بس حقت كون تصفى قبر لكن دكتور سلمان سلازخونه أنا ندافع راكو لأنه دكتور سلمان كنت أرم بحق كنت ترجم بحق برتعيو جن معلش فتفت أبيلني لومي ما يقدر يفعل له. أوكي دكتور الحسين. نعم. أوكي دكتور حسين معك نواها. طيب أواصل إن شاء الله. أوكي. شكرا أخ عند برهان للترجمة، وأواصل إن شاء الله في الفقرة الثانية، وأحاول إن شاء الله أن أختصر تقريبا في الفقرة، لأن هي فقرة تقريبا الكل يكاد يكون مجمع عليها، ولكن من باب التذكير حتى نلملم إن شاء الله الحديث ونصل إلى مسألة الأطروحات، وهي الفقرة هنا حول الأزمات الوطنية الإريترية. وربما يتبادر هنالك سؤال من باب على الأقل إثارة القريحة للتساؤل مثلا والانتباه: هل فعلا هناك أزمة وطنية إريترية؟ وهو سؤال مهم جدا. هل فعلا نحن نعيش حالة أزمة، نعيش وضعية ليست طبيعية في الوطن الإريتري؟ يكاد يكون الكل عدا الدكتاتور والمجموعة البسيطة التي تحيط به، يكاد يكون شعبنا الإريتري كله مجمع بأن الوطن الإريتري يعيش حالة غير طبيعية ويعيش أزمة حقيقية. وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم، ولكن منذ أن دخلت الجبهة الشعبية إلى أسمرة، دخلت وهي تحمل في داخلها وفي أحشائها بذور هذه الأزمات. قد لا تكون منيعة لحظة الدخول إلى أسمرة، ولكنها حتما كانت لها تلك الخلفيات التاريخية التي مهدت بها، وبالتالي جاءت الجبهة الشعبية إلى أتيح لها فرصة الوصول إلى أسمرة، وأتيح لها فرصة أن تكون هي الفصيل الوحيد الذي وصل إلى أسمرة بعد أن تم القضاء على الأقل كافة القوى العسكرية المؤثرة في المنطقة أو في داخل إريتريا. وبالتالي يمكن القول بأن الجبهة الشعبية من لحظة وصولها إلى أسمرة فإن الأزمات تنامت وتكاثرت ولم تذهب في الانحسار. ولا يكاد يختلف كما قلت غالبية الشعب الإريتري على وجود أزمة وطنية عامة، حتى أولئك الذين داخل النظام
بدليل المحاولات العديدة التي بذلت للإصلاح والتغيير وراح ضحيتها المئات من الأشخاص داخل السجون، وكلنا يتابع الحالات التي حصلت داخل تركيبة الجبهة الشعبية التاريخية المعروفة، لأنه الآن ليست هنالك جبهة شعبية بالمعنى التاريخي، حيث هنالك الكثير ممن هم داخل السجون، وهنالك الكثير ممن قتلوا، وهنالك الكثير ممن شردوا وخرجوا. وبالتالي يعني الذين دخلوا إلى أسمر أنفسهم لم يكونوا حالة متماسكة حتى نستطيع أن نصفهم بأن والله ليس هنالك أزمة. الكل يكاد يكون الآن متفق حول وجود أزمة داخل الوطن الإريتري. وأرى أن بداية هذه الأزمة الوطنية في ظل الدولة الإريترية هي بعد التحرير، كانت مع دخول الشعبية لأسمرة واعتبارها الحزب الوحيد الحاكم والمتحكم في نفس الوقت ولا يشاركه أي فصيل آخر. وظلت الجبهة الشعبية تنظر إلى إريتريا بأنها مزرعة خاصة بها تشكل من خلالها الهوية الإريترية، وترسم مستقبل النظام السياسي، وتضع الدستور، وتحقق أو وتضع طريقة معينة للتنمية. وبالتالي فإن الأزمة بدأت حقيقتها من خلال هذه العقلية التي وصلت إلى السلطة في بعد التحرير. هذه الحالة التي ما كان يتصورها الشعب الإريتري في اللحظة التي فجر فيها الكفاح في 1961، لم يكن يتصور في لحظة من اللحظات بأن هنالك يمكن لأي فصيل من الفصائل أن يختطف الوطن كاملا ويبدأ في تشكيل مستقبله ورسم هويته وتحديد ثقافته والتحكم في لغته. لم يكن أحدا لحظة تفجر الثورة الإريترية يتصور بأن هذه هي الحالة التي سينتهي إليها مسيرة التحرير، ولكن للأسف الشديد هذه هي الحالة التي وصلت فيها الدولة الإريترية. وبالتالي منبع هذا الانفراد يعني هذه الحالة من الانفراد في السلطة السياسية في إريتريا والتحكم في مستقبل البلد كما قلت، والتعامل معه كما عبر أحد مجموعة ال13 بأن الجبهة الشعبية اعتبرت إريتريا مزرعة خاصة بها تفعل فيها ما تشاء. من هنا حقيقة بدأت أيها الإخوة ما سأتحدث عنه من أزمات، وهي تقريبا حاولت أن ألخصها في 7 أزمات حقيقية، وإن شاء الله سأتكلم فيها باختصار. أولى هذه الأزمات عند وصول الجبهة الشعبية وبنفس الخلفية التي ذكرتها أيها الإخوة، الخلفية الأولى الخلفية التاريخية، أزمة الهوية باستصحاباتها المختلفة، قضية الدين، قضية اللغة، قضية العرق. بهذه الصورة على كل هذه العقلية التي ربما تحكمت في الجبهة الشعبية وصلت على كل إلى السلطة، فنشأت أولى هذه الأزمات بعد وصول الجبهة الشعبية إلى السلطة، وهي غياب الرؤية الوطنية الجامعة. أول أزمة، لم تعد الجبهة الشعبية تمتلك رؤية وطنية جامعة للوطن الإريتري ككل، تستطيع من خلال هذه الرؤية الإجابة على سؤال الهوية، والإجابة على تحديد الثقافة، والإجابة على قضايا اللغة، والإجابة على تساؤلات الاستراتيجية تقريبا حول إريتريا وسياستها الداخلية والخارجية وطبيعة النظام السياسي. هذه كلها القضايا التي تتعلق بالرؤية السياسية والرؤية الوطنية. لم تكن الجبهة الشعبية تمتلك هذه الرؤية، وبالتالي كل ما سنتحدث عنه من أزمات أخرى هي عبارة عن وليد هذه الرؤية، وليد أزمة الرؤية. الجبهة الشعبية كانت ترى الوطن كله من خلال رؤيتها الخاصة، كانت تنظر إلى التنمية من خلال الرؤية التي حكمت الجبهة الشعبية في تجربة الثورة، كانت تنظر إلى مسألة الثقافة بنفس البعد التنظيمي الحزبي الذي كانت تنطلق منه في مرحلة الثورة. في مسألة العلاقات الخارجية كانت تنظر إلى المسألة بذات البعد. على كل، الرؤية الوطنية الإريترية الجامعة التي لم تكن إلا تعبيرا عن كل المكونات وتعبيرا عن المصالح الحقيقية العليا لكل الوطن الإريتري، لم تمتلكها الجبهة الشعبية. وبالتالي كانت هذه أولى الأزمات التي وقع فيها الوطن الإريتري، ولا زالت تتوالى بعدها كل الأزمات. هذه واحد. الثانية، الأزمة الثانية وهي متولدة عن قضية غياب الرؤية. كل الشعوب أيها الإخوة عندما تصل بعد حرب تحررية طويلة، فإن القوة الثورية التي قادت مرحلة التحرير تسعى غالبا من التحول من حالة الشرعية الثورية وشرعية السلاح وشرعية التحرير إلى شرعية دستورية، وحينها لا تسعى هذه القوة لاحتكار السلطة،
لأن نضالها وكفاحها كان من أجل أن يحكم الشعب نفسه لا من أجل أن تتحكم هي في الشعب. يعني هذه الرؤية الأساسية لكل حركة تحررية، أنها تريد تحرير شعبها ليمتلك الشعب إرادته ويمتلك زمام أمره ويقرر مستقبله ويحدد معالم رؤيته الوطنية، وليس أن تتحكم هذه القوى التي قادته في مرحلة التحرر أن تكون هي من يرسم مستقبله. وهذه واحدة من الإشكالات الكبرى التي نجم عنها أنه بدل أن تنتقل الجبهة الشعبية إلى مرحلة دستورية يعبر فيها الشعب الإريتري بكل أطيافه الاجتماعية والسياسية والإثنية وغيرها، يعبر عن ذاته، وبالتالي يعبر عن مصالحه ويعبر عن قيادته التي تقوده في مرحلة الدولة. الذي حصل أن الجبهة الشعبية حاولت على كل أن تذهب في فترتها الطويلة بما يمكن أن نسميه إما بالشرعية الثورية، وانتهت الشرعية الثورية من خلال وضعها لدستور، ويفترض بعد هذا الدستور عمليا تنتقل إلى شرعية دستورية تكون منضبطة فيه بمعالم الدستور، ولكن الدستور نفسه تعطل الذي وضعته، مع أننا نعتبر بأن الدستور نفسه كان محل إشكال لأنه لم تشارك فيه القوى السياسية ولا كل الشعب الإريتري يشارك في هذا الدستور. وبالتالي الأزمة الثانية هي غياب الدستور الذي يجب أن يضعه الشعب بكل مكوناته وفي ظل أجواء من الحرية والتعددية السياسية. فالأزمة الثانية أن الوطن الإريتري هو عبارة عن وطن بلا دستور، والدستور الذي تم وضعه تم تجميده، وبالتالي الوطن الآن محكوم بعقلية ديكتاتور، هو الذي يقرر ما يجوز وهو الذي يقرر ما لا يجوز، هو الذي يقرر شكل الاعتقال وطبيعة الاعتقال ونوع الاعتقال والسجن، ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء. وبالتالي لسنا نحن الآن في دولة دستور بقدر ما نحن في دولة يتحكم فيها الدكتاتور. هذه الأزمة الثانية، وهو أننا دولة لا يحكمها الدستور. وكما قلت يفترض أن الحالة الثورية تؤدي بنا إلى انتقال إلى حالة دستورية يكون فيها الشعب يقرر فيها سلطانه ويحدد فيها صلاحيات السلطة السياسية ويحدد آليات العمل السياسي. كل ذلك في تقديري كان يمكن أن يكون، وللأسف الشديد ربما حتى الجبهة الشعبية في داخلها حاولت في مؤتمرها الأخير أن تضع بعض هذه الاتجاهات، الدكتاتور تم الانقلاب عليها من داخل الدكتاتور، وألقى كل شيء، ألقى تقريبا جمد الدستور وألقى كل ما كان متفق عليه من حالة تعددية سياسية، من قانون أحزاب، من تمليك الشعب على الأقل سلطته، وما كان مقرر على كل من قضايا كلها تم إلقائها. وبالتالي نحن في حالة غياب للدستور تام، وبغياب الدستور تلقائيا سيكون الدولة لا يمكن أن نتكلم عن دولة يسودها القانون، بما أن القوانين هي عبارة عن ترجمة للدساتير. ثالثا، وهي من الأزمات أيضا الكبرى في الحالة الوطنية، تعطيل الحياة السياسية والمشاركة المجتمعية. بطبيعة الحال غياب الرؤية الوطنية الجامعة، غياب الدستور التوافقي الذي يعبر عن كل المكونات ويحدد فيه الحقوق والواجبات ويرسم فيه طبيعة النظام السياسي، أدى ذلك إلى تعطيل الحياة السياسية وتعطيل مشاركة المجتمع في بناء مستقبله، وكل ذلك تحت ذريعة بأن الوطن مهدد وأن هنالك حروب. وعلى كل هي عبارة عن حالة نعرفها من كل الدكتاتوريات عندما يرفعون شعار لا صوت يعلو فوق صوت البندقية، ويصنعون لهم خلافا حدوديا مع دولة مجاورة، وحينها تتحول الدولة كلها في مزرعة الدكتاتور، حيث هو الذي يتحكم في مستقبلها بحجة أن الوطن كله مهدد، بينما التهديد الحقيقي وجود الدكتاتور وليس المخاطر التي يتحدث عنها. وبالتالي تعطلت الحياة السياسية، حتى الحزب الذي كان يقود الدولة منذ 91 أو 93 لا يعتبر حزبا فاعلا أو مؤثرا، بقدر ما تحول أيضا إلى حزب في جيب الرئيس، كما الدولة كلها تحولت إلى دولة للرئيس اللي هو الدكتاتور. 4، غياب القضاء وغياب المؤسسات العدلية وغياب سيادة القانون. يعني الدولة الإريترية واحدة من أزماتها الكبرى كذلك أنها بطبيعة الحال غياب الرؤية، غياب الدستور، غياب الحياة السياسية الفاعلة والمشاركة المجتمعية. أضف إليها النقطة الرابعة من الأزمات، وهو أننا أمام حالة من
سيادة المظالم في الدولة الإريترية وانتهاك الحقوق وانتهاك الكرامة الإنسانية وامتلاء البلاد كلها بالسجون والمعتقلات وتشريد تقريبا الناس، كل ذلك في غياب تام لقضاء عادل وقضاء منصف وقضاء مؤسس. ونعرف نحن أيها الإخوة أن الدولة الإريترية في موضوع الحقوق دائما تأتي في آخر سلم الجوانب الحقوقية على المستوى الدولي، وتزاحم كوريا الشمالية، تارة تتقدم هي وتارة تتقدم كوريا الشمالية. فنحن من أسوأ الملفات الحقوقية أيها الإخوة غياب تقريبا الأبعاد القانونية التي تؤدي إلى دولة حقيقة يسودها القانون، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن دولة يسودها قانون ونحن أيها الإخوة ليس لنا دستور وليس لنا قوانين تقريبا متفق عليها، وليس لنا برلمان يعبر عن المجتمع ويقوم كذلك بسد الثغرات وملء الفراغات التشريعية. وبالتالي نحن أمام مشهد حقيقي أيها الإخوة كارثي لما تكون هنالك دولة القضاء فيها غير موجود وغير مؤسس، والقانون فيها معطل والدستور فيها مغيب، ولك أن تتصور بعد ذلك طبيعة الأزمات التي ستنشأ عن هذا الوضع. خامسا أيضا هنالك الأزمة الاقتصادية والأزمة التنموية، وهذه لا يخفى على أحد عندما تتحول الدولة كلها إلى مقاتلين، ودولة تريد السلطة السياسية فيها أن يرابط الجميع وخاصة القوة الفاعلة من الفلاحين والرعاة والتجار والمزارعين والطلاب، كل هؤلاء عندما يتحولون إلى المؤسسة العسكرية ذات الخدمة المفتوحة التي لا حدود لها، حينها لك أن تتصور نوع التنمية الذي سيكون. بطبيعة الحال المزارع ستتعطل، الرعي سيتعطل، التجارة ستتعطل، العملية التعليمية ستتعطل، وبالتالي الاقتصاد كله مبني في حقيقة الأمر على تفعيل القوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، القوى التي تنتج. فإذا عطلت القوى من عمر 18 إلى عمر 60 جعلتهم في الجيش الذي خدمته غير محدودة، هذه إحدى الأزمات الكبرى. أيضا مسألة الاقتصاد تحتاج إلى قوانين منظمة لعملية الاستثمار، وتحتاج هذه القوانين إلى نوع من الاستقرار ويشعر فيها المستثمرون بالأمان المالي. أيضا هذا غير متوفر في إريتريا، وفي إريتريا تعتبر من أسوأ البلدان فيما يتعلق بالاستثمار، لأنه ليس هنالك قوانين منظمة للاستثمار يطمئن إليها المستثمر، ورأس المال كما يقولون جبان لا يمكن أن يدخل تحت دولة قمعية لا يأمن فيها المواطن على نفسه، فكيف يأمن المستثمر على ماله؟ هذه قضية حقيقة من أكبر القضايا التي يعني تعتبرها من الأزمات. أيضا من الأزمات الاقتصادية الحقيقية أن الدولة لا يعرف لها ميزانية ولا يعرف لها موارد معلنة للمجتمع ومعلنة للشعب ومعلنة حتى لبرلمان، على الأقل سميه برلمان مصنوع. يعني أحيانا بعض الدول تضع برلمانات مصنوعة تمرر من خلال هذه البرلمانات المصنوعة، تمرر ميزانيات، تمرر تقارير، تمرر أجنداتها، لكن للأسف الشديد الدولة القمعية البوليسية ليس لها من ذلك شيء، إنما كل شيء هو عبارة عن يا أخوان في خزنة الرئيس، كما أنه اختزل السياسة ووضعها في جيبه، واختزل المجتمع ووضعه في جيبه، كذلك اختزل المال كله ووضعه في جيبه. فلا أحد يعرف من الإريتريين الآن في الداخل والخارج ما هو الناتج القومي الإريتري من الذهب، ما هو الناتج من الزراعة، ما هو الناتج من المواني، ما هو الناتج من التصدير. كل ذلك لا أحد يستطيع أن يتعرف عليه، وبالتالي هنالك أزمة حقيقية. وربما أكبر أزمة الآن أيضا نمر بها غياب التوازن في عملية التنمية. ليس هنالك توازن في مسألة التنمية في داخل إريتريا، وربما هذه واحدة من الإشكالات الكبرى التي يعني نعدها من الأزمات. أضف إلى ذلك أن الآن السودان وإثيوبيا وجيبوتي الدول كلها تعتبر الأقل يمكن التواصل معها في المجال الاقتصادي، تعتبر في مشكلة الآن مع إريتريا، وبالتالي الأزمة الاقتصادية في أسوأ أحوالها، وبالتالي عملية التنمية تلقائيا هي أيضا معطلة. أيضا سادسا من الأزمات أيضا الكبرى أن النظام ومنذ فترة ومنذ التحرير لا يكاد يكون نظاما منفتحا على الإقليم ومنفتحا على المنظومة الدولية، بحيث يستطيع على الأقل أن يكون دولة فعلا حاضرة في المشهد بشكل إيجابي مع جيرانها، مع محيطها، مع المجتمع الدولي. بالعكس، الحالة في إريتريا هي حالة حصار، تقريبا من حصار إلى حصار، بسبب السياسات السيئة التي ربما تولدت عن النظام.
المتفرد الذي لا أحد يراجع فيه الرئيس، فالرئيس هو من يقرر الحرب، وهو من يقرر السلم، وهو من يقرر القطيعة مع الدولة المعينة، وهو من يقرر الهجوم على دولة، ويقرر الانسحاب من تلك الدولة، وهكذا. نحن نعيش حالة على كل من العزلة الخارجية، وخاصة الدول المحيطة بإريتريا لا تكاد تجد الآن دولة على الأقل والله يقيم معها النظام الإريتري علاقات متميزة، وبالتالي صارت إريتريا عبارة عن دولة محاصرة، والسبب في ذلك السياسات التي اعتمدها النظام. دخل في حروب مع كل دول الجوار تقريبا، ما من دولة مجاورة إلا ودخل معها في إشكاليات. هذه الإشكالات نحن لا نقول بأنه يعني طبيعي أي دولة تتحرر يعني يكون لها نزاعات حدودية إشكالات، لكن كان بالإمكان هذه القضايا كلها أن تحل بشكل سلمي وعن طريق الحوار وعن طريق اللجوء إلى المحاكم الدولية، ولكن اعتمد فيها النظام فكرة وفلسفة الاعتداء العسكري أو الدخول في حرب مع المحيط الإقليمي، فأدى ذلك إلى عزلة تقريبا إقليمية، وأدى به كذلك إلى عزلة على المحيط الدولي، وخاصة بعد صدور القرار 1907 الذي أدى إلى أن تحاصر إريتريا حتى في المنظومة الدولية. وبالتالي إحدى أزماتنا أيضا التي ستتولد عنها مجموعة أزمات أخرى مسألة العزلة الخارجية وغياب وسلاسة في العلاقات الدولية. سابعا، وأختم بهذه الأزمة، وهي سيطرة الأجهزة القمعية على كل البلاد، بما أن اللحظة التي تغيب السياسة عن المشهد يحضر العسكر بطبيعة الحال، ما دام أنه ليس هنالك قوة سياسية فاعلة، ليس هنالك مجتمع مدني فاعل، ليس هنالك شعب على الأقل يقوم بأدواره الحقيقية داخل المجتمع أو في إطار أدواره على مستوى السلطة، مشاركة أو مراقبة أو متابعة أو حتى مقاطعة. فنلاحظ بأنه في هذه اللحظة دائما اللحظة التي تغيب السياسة تتقدم عملية العسكر ويتقدم القمع. هذه مسألة طبيعية في كل النظم، إذا غاب منطقة السياسة يحضر منطقة العسكرية، وبالتالي سادت الآن الأجهزة القمعية العسكرية والأمنية في البلاد، وصارت هي المتحكمة تماما في مصير كل الشعب الأريتري، وبالتالي أدى ذلك إلى سيادة منطق القمع وانتهاك الحقوق وانتهاك الكرامة الإنسانية والقتل تماما بلا قانون وبلا أي قضاء، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تشريد أكبر قطاع من الشباب عن إريتريا والخروج إلى خارج الوطن الإريتري والبحث عن الخلاص الشخصي. وعلى كل ضحايا هذا الخروج ربما كلنا يعرفه، ضحاياهم في ليبيا، الضحايا في الحدود، الضحايا في البحار، الضحايا وهم يهربون وكما يحصل لهم بالتجارة بالبشر، كل ذلك بسبب سيطرة الأجهزة القمعية العسكرية والأمنية في داخل إريتريا، وأدى ذلك كما قلت إلى تشريد كل القوى الفاعلة في داخل إريتريا. هذه باختصار أغلب أو أكثر الأزمات ربما التي تسود الآن الوطن الإريتري هي في هذا الإطار، ويمكن على كل إضافة عليها، ولكن أردت إن شاء الله أن على الأقل أضع الصورة الكلية لطبيعة الأزمات التي تسود الوطن الإريتري، واكتفي بهذا لنختم إن شاء الله بعد ذلك في طروحات الحل. شكرا لكم. اوكي اف بي اي يلا خاروني، اف بي اي يلا خاروني، مايك نبخ مايك هذا، مايك نبخ هذا. اوكي الله زعب سلطة أنا حكي بزقنا مجمّر حجي إذا أزمات في سجم إلنا وشجر إلنا نحلفينا مناتو نترجم دليس أي كلا يرخب كلان عشان كده أزمات بشجر كن حلفينا مالتي. أوكي قلوا لا أوكي شكرا كوس أنت ليك ما أنا قلت كذا جايز على الكتاب. أوكي قلوا لا شكرا. على كل حال أجي أبتي قدامي كفال أبكالين جانا أتزلنا بوجرة تي استايك بندليانه. اسمع الله ده؟ ترى اوكي اجي اتقدامي شجر الله ده بإرترا شجراتنا انتهم إلنا كن رينا دلينا. اوكي
ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሽግር ኣሎ ዶ ኢልና እንተ ደኣ ክንዛረብ ኮይና እቲ ሽግር እዎ ኣሎ ምክንያቱ ድሕሪ 30 ዓመት ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ ናጽነት ዘረጋገፀ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ወላብቱ ስርዓት ዘለው ከይተረፉ ኣብ ኤርትራ ዝፅበዩ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ስርዓት እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ንምዕራይ ወይ ከዓ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ከመይ ክትከውን ከም ዘለዋ ዝብል እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ ዘሎ ብታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ሎሚ ከምቲ ሕጂ ዘሎ ከምቲ ዝበሃል ኣይኮነን ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ሽም ናይ ህዝባዊ ግንባርቲ ገለ ዝተቐይረ ኣሎ ማለት እዩ ገሊኦም ኣብ እስር ቤት ኣለው ገሊኦም ካብቲ ዓዲ ሃዲሞም ዝወፁ ገሊኦም ከዓ ኣብ ያኒ ቶም ኣስመራ ዝኣተው መስልጣን ዝሓዙ ከማን ኩሎም ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም ኣይመስሉን ተፈላለዮም እዮም ምክንያቱ እቲ መጀመርታ ፀገም ዝጀመረሉ ድሕሪ ናጽነት ድሕሪ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኤርትራ ምእታው ሓደ ፓርትን ናይ በይኑ ስልጣን ዝጨበጠን ምዃን እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቀንዲ እቲ ሽግር ካብቲ ቅልውላው ናብ ኤርትራ ከምፅእ ካብ ዘኽኣለ እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝባዊ ግንባር ከም ታሪክ ንሱ ድዩ ዘሎ ሕጂ ወይስ ገለ እንተኢልና ኣብኡ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር ክህሉ እዩ ላኪን እቲ ዕላማ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ህዝቢ ን30 ዓመት ብኩናት ዝበረሰ ናብ ሃገሩ ምስ መፀት ፅቡቅ ናብራ ወይ ከማን ፅቡቅ ታሪክ ፅቡቅ ህይወት ክህልወ ንዝብል ዝነበረ ከምዚ ብኣንጻሩ ይረኺብዎ ዝኾነ ሰብ ካባና ከምዚ ኣገባብ ዝመፀ ስርዓት ንሃገራውነት መንዚዑ ንህዝቢ ኤርትራ ግዙእ ናቱ ክገብረ ዝብል ተፀበየ የለን ወላ እቶም ህዝባዊ ግንባር ተጋደሉ ማለት እዩ እጂ እሱ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ክሳዕ እውን ኣብ ቋንቋታትን ኣብ ባህልን ከይተረፈዩ ክውንን ጀሚሩ ስለዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ቀንዲ ካብቶም ቅልውላው ናብ ኤርትራ ሎማ ኣምፅኡ ዘሎ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል እዩ እዚ ካበይ ዝነብዐ ወይ ካበይ ዝመፀ ሽግር እዩ ኢልካ ምርኣይ ከዓ ከድልየና እዩ እጂ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዝሓዘ ቀንዲ ነቲ ሽግር ዝወለደን ነቲ ሽግር ከምዚ ዘሎ ፈኸም ክብል ዝገበረን እዩ እቲ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እቲ ናብ ዓዲ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ጃርዲን ናቱ ወይ ከማን ከምቲ ሓደ ሕዚእቲ ናቱ ገይሩ ምርኣይ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ንሱ ዝብሎ ዝግብር ንሱ ዝእዝዝ ካልኦትካ ዝቕበሉ ገይሩ ንኤርትራ ክሰርዓ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ ሽግር ካብዚ ይጅምር ስለዚ እቲ ህዝባዊ ግንባር ከም ሓደ ናይ መጨረሻ ናይ ኤርትራ ስልጣን ከም ዝሓዘ እሞ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ናይ ቋንቋ ሕቶ ናይ ባህሊ ሕቶ ናይ እምነት ዘረጋግፅ ቅዋም ክንዲ ዝሰርሕ ነቲ ስልጣኑ ብኣነ ዝበልኮ ናብ ኪዱ ዝብል ስለ ዝወሰዶ ኢና ንሕና ኣብዚ ሎሚ ዘለና ሽግር ዝመፅሕ እዚ ካብቲ ቀንዲ ቅልውላው ናብ ኤርትራ ዘምፅአ ኢልና ኢና ንሪኦ እጂ እቲ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዝሓዘ ንሃገራዊ ብዙሕነት ናይ ኤርትራን ኣረኣያታትን ዘፍቅድ ነቲ ኣብ ኤርትራ ከም ሓደ ህዝቢ ብሰላምን ቅሳነትን ክነብር ዘለዎ እንታይ ጠለባት ክቕበር ከም ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ንቅዋማውን ቅዋማዊ ኣሰራርሓን ዘተኣታቱ ክኸውን ክንዲ በኣንጻሩ ነቲ ንሱ ከም ህዝባዊ ግንባር ስልጣን ዝጨበጠ ነቲ ሽግራት ኣብ ካሊእ ገፁ ክበዝሕ ኣጋፊሕዎ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር እቲ ኣብቲ ናይ ሃገርነት ኤርትራ ሲ ናታ ርእቶ ጥራሕ ተግቢራ እምበር ነቲ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ምሕዳር ኤርትራ ብተመኩረ ናይ ሰውራ እያ ክትመርሖ ፈቲና ዝምድናታት ወፃኢ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ በዕሉ ከመይ ክመሓደር ኣለዎ ምስ ጎረባብቲ ከመይ ዝምድና ክህልወና ኣለዎ ናይ ቀለብን ጠረብን ብመን ይውሰን ኣብቲ ቅድሚ ታሪክና ዝነበረ ግርጭት ዝነበረ ከመይ ክዕረቕ ኣለዎ ክፍታሕ ኣለዎ እዚ ንዝብል ፈፂሙ ኣብ ግምት ኣእትይዎ ኣይፈልጥን ወክሳዕ ሕጂ ከማን እቲ ሽግር ከም ፈኸም እንዳበለ ይኸይድ ኣሎ እዛ ቀዳማይቲ እያ እቲ ካልኣይ
እቲ ቅልውላው እቲ ህዝቢ ናይ ናጽነት ጉዕዞ ንነዊሕ ዝወሰደ እሞ እቲ ሰውራ ከዓ ዝመወለን ዝሓገዘን ካብቲ ናይ ተውራ ተመኩሮ ሓሊፍ ናይ መንግስትን ግዝያዊ ሓዳስ ኤርትራን ክንዲ ዝምስርት እዚ እቲ ስልጣን ነቲ ፈጺሙ ኣብ ኤርትራ ከም ህዝቢ ክመሓደረሉ ዝግብኦ ስልጣን ጨቢጡ ነቲ ንናጽነት ዝተቃለሰን ነቲ ኤርትራ ከም ሃገር ቆይማ ሰላምን ቅሳነትን ክትገበራ ክንዲ ዝሓስብ ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ባዕሉ ክውስኖ ምፍታን እዩ وبو متنكا كمرحن كإززن نتي نسو زبلو كقبلن هزبي خجدد مرآي مالتيو ስለዚህ እዚ ስርዓት ካብቶም ኣዛማት ወይ ካብቶም ቅልውላዋት ናብ ኤርትራ ቀንዲ ፀገም ካብ ዝኾኑ ነገር እዩ በቲ ፖለቲካዊ ሸነኸት ይኹን ወላ ብናይ ኤርትራዊ ብዙሕነት ኣረኣያታት ኣብ ግምት ዘይምእታው ከም መራሒ ናይ ሓደ ህዝቢ ከም ርእይቶ ብናይ ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ክትመርሕ ምፍታን እሞ እዚ ስልጣን እዚ ከዓ ብሓደ ሰብ ክውሰን ምግባር ወይ በተ ወሰውራዊ ሕጋዊ ኣሰራርሕኦም ክሰርሕ ኣለካ ወይ ከዓ ነቶም ክትእሰር ወይ ኣብ ወይ ከዓ ክትእሰር ወይ ከዓ ሃገር ገዲፍካ ክትወፅእ ዘለካ እንተዘይኮይኑ ንስኻ تعدل كاس ناي وصاين كاب عدم موصا عدل انت زي رغيبك نتقل الله صلي كاس اب اسربيتي خطاتو غيروا معناتيو اذا هجي كم قندي ناي بزحنات الرأيتات زي خبر نتي قوام بقوام كتب محضر زي مقبارن مخا بعلوز وسنه قوام ما حزب اترا كمي غيرو كم زبلن كما يجري كم زي محاضر كمرت كند مقبار بعل نسو وسين له معناتيو اذي نزدليه كأسر نزدليه كفتح نزدليه كسقوق نزدليه كدسكل غيره معناتيو اذي تكال ايت صقم معناتيا قوام زي مرحله هاجركا وصيتا كم زك خون اكيد طبيعي جدا اما استف ما بعرف اجي كان بو ايكونكم معلش تي زحزن تم زحزن ولا تم زباو جنبار كم زي مجمرتهم نتي قانقعات نتي ባህልታት ናይ ኤርትራ ዝመስል ኣብቲ ከርእዩ ፈቲኖም እዮም معاسف شديد ግን ኣይቀጸልዎም በአንጻሩ ንሶም ናይ ግዜ መክሰብ እዮም ይጥቀሙሉ ነይሮም እቲ ናይ ብዝሕነት ኣረኣያታት ፖለቲካዊ ሓይልታት ምህላውን ንሕና ኣብ ሎሚ ፈጺሙ ኣብ ቅዋም ዘይብላ ሃገር እሞ ካብ ቅያም ዝጎደለ ሃገር ኣብኡ መፍትሒታት ክንደሊ ንሕቶታትና ብሕጊ ክንፈትሕ ምድላይ ከም ሕልሚ ወይ ከዓ ከም ፈጺምካ ዘይከውን እዩ ሳልሳይ ካብቶም ሽግራት ኦኬ ኣብ ቅዋማዊ ኣሰራርሓን ንህዝብን ነቶም ደቂቃ ብሕግን ቅዋማዊት ሃገር ንክምስርት እቲ ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ናብቲ ውሳኔታት ብስንኩ ኣብ ሃገሩ ዝግበር ተሳታፋይ ክገብር ዘይምኽኣል ወይ ዘይምግባር እዚ ከዓ እቲ ትሕቲ ብምኽንያታት እንዳቕረብካ ነቲ ህዝቢ ግዙእ ክትገብሮ ምፍታን ማለት እዩ ንዲክታተራዊ ስልጣንካ ክሕያልን ብኡ ጌርካ ከዓ ሓደ ቀጻሊ ቀጻልነቶም ኣብ ስልጣን ንምግባትን እዩ እቲ መደብ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዝህድዘና ዘሎ ሎሚ ካብ ዲክታተራዊ ስርዓት እታ ሃገር ካብ ተስዓን ሓደን እንተዳሪናዮ እዚ ሓደ ፓርቲ ሓደ ፓርቲ ከዓ ኣብ ጅባ ናይቲ መራሒ ዘሎ ናብ ኤርትራ ሎሚ እዩ ዝነብር ምክንያቱ እሱ ወሳናይ ንሱ ኣሳራይ ንሱ ተፈጻማይ ንሱ ፈራዳይ ያኒ
حقاوي حتى فصيمو حتى كمص زي قبو طرح اتي حدا سبعي زبلو نوعون متكبار توافروا مسؤول زغلغلو بمسرح نتي كابتي زبصح قلولاواتنا بإرترا كويننا زلي مالتي دي نبنت ناي وصعاتات سيادة مزالم تابع حاجة ناي وصعاتات ما بعرف ناي وصعاتات سيادة المزالم ناي وصعاتات زيادة في أتنا كحلفة عروب ناي وصعاتات تنقي كبليها إلى كحلفة ناي وصعاتات تنقي نبعلو بقى كابتي قوامنت نتوم تكالا نتوم حقاويا حتوم حقاويان قاونا سرارحاتات كتكبر زي مخال نابنت لومي اب عالمنا كتريو خلوها حنسا كوريا سبين كوريا بقدامات سرع كالايا بسوريا سرع سالسا بإيران دا سرعي خدلو إذا تقول لا سيادة المظالم قلتها اب إرترا لهم برلمان يبلنان ህዝባውያን ትካላት የብልናን ትካል ማለት ሰለስተ ትካላዊ ስራሕታት የለን ሕጋዊ ሸነኽ የለን ፈጻሚ ሸነኽን ሕጋዊ ሸነኽን ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ምጥቕላሉ እቲ ዝያዳ ኣብ ሎሚ ኣቕሪበ ዘለኹ ካብቶም ቀንዲ ቅልውላዋት ኣብዚ ኩነታትና እዚ እቲ ቀንዲ ወሳኔ ናይ ሃገር ከም ሓንቲ ሕዛእትናቱ ናይ ሓደ ሰብኣይ ምዃኑ ማለት እዩ ሓምቻይ ወይ እቲ ሓምቻይ ከዓ ናይ ሓደ ሃገር ከም ሃገር ከቐፅል ዝገብሮ እቲ ትካላት እዩ ትካላት ራብጣ ልእስላም ጠለባ ማለት ናይ ተማሃሮ ምንቅስቃስ ናይ ሰራሕተኛ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ምእካብን ምውዳብን ፈፂሙ ኣብ ዝበኸረሉ ግዜ ግድነት እዩ እዚ ከምዛ መሰለ ቅልውላዋት ክመፀና ማለት እዩ ሃብታማት ኣሚኖም ናብ ንግዲ ናብ ኤርትራ ከዋፍሩ ይክእሉን ሰብሪ ኣስማል ኣብ ቅልውላው ዘለዎ ሃገር ወይ ኣብ ዲክታቶራዊ ዘመርሐ ሃገር እምነት የብሎምን ናብ ራስማሎም ከዋፍሩ ነጋዶ ከም ድላዮም እቶም ቀንዲ መሰረት ናይ ሓረስታይን ሸቃላይን ዝኾኑ ኣብ ናይ ዝተናውሐ ፈፂሙ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምውፋር ኣብ ኤርትራ ናይ ምርጋእ ኩነታት ከመፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቶም ራእስ ማላውያን ከዋፍሩ ካብ ዘይከኣሉ እቶም ነጋዶ ናይ ዓዲ ምስ ጎረባብቲ ክዋፈሩ ክሳይ ዘይከኣሉ እቲ ሽግር ኩሉ ግዜ እቲ ቁጠባ ክሳዕ ዝወደቀ ውፅኢቱ ከዓ ናይ ህዝቢ ደገ ምፍላስን ካብ ዓዲ ገዲፍካ መውፃእን ምእሳርን እዩ ዝኸውን እዚ ቀንዲ ሽግር ካብቶም ንክነስዕሉሎም ዘለና እዩ እዚ ካብቶም ቀንዲ ቁጠባዊ ሽግራትና ኢልና ንሪኦም ሕጂ ንኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ኩናት ምትካልን ዶባት ዳርጋ ዕፆ ምዃንን ካብ ኤርትራ ዝወፅን ዝኣቱን ሃብቲ ግሉእ ዘይ ምዃን ባጀት ናይ ሃገር ወይ ከዓ እዚ ቁጠባ ናይ ሃገር ኣብ ዓመት ክንደዩ ዘይምፍላጥ ብሓደ ሰብ ምውሳን እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ በጋ እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ንሕና ከም ሓደ ህዝቢ ዓብይ ቅልውላው ኣለና ማለት እዩ ያኔ ውሳነ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ኣብ ኢድ ሓደ ሰብኣይ ምዃን ካብኡ ዝዓቢ ሽግር የለን ዝኾነ ሰብ ካባና ሎማ ኣይፈልጥን ኣብ ወፅ ኤርትራ ባጀት ወፃኢን ኣታውን ናይ ኤርትራ ዝፈልጥ ሰብ የለን ብጀካ እቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ ቀንዲ ፀገማትና ደገን ዝወፅእን ንውሽጢ ዝኣቱ ናብ ኤርትራ በቶም 03 ወይ ከዓ 0 በቶም ውሱናት ሰባት እዩ ዝፍለጥ ንሶም ከዓ ክንደይ ንሃገር ዝሰርሑ ክንደይ ከዓ ንባዕሎም ዝሰርሑ ኢልካ ከማን ክትፈልጥ ኣፀጋሚ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ቀንቶም ሽግራት ሓደ ኢልካ ክትቁፀር ካብቶም ቀንዲ ሽግራት ኢልካ ወይ ቅልውላዋት ኢልካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ ክውስኾ ዝደሊ ኢትዮጵያን ጅቡትን እዚ ሱዳንን ምስ ኤርትራ ኣብ ፀገም ስለ ዘለዋ እቲ ቀንዲ ካብ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣምፂ ወይ ቅልውላው ኣምፂ ዘሎ ምስ ጎረባብትኻ ፅቡቕ ዝምድና ዘይምባል ወይ ከማን ምስ ኩለን ዳርጋ ብውግእ ምተተኻ ኣብ ውግኣት ዝተናኸፈ ምዃኑ
ادي اب كمزي كوناتات حجي هذا فتوح في سرعات اما نصقاماته على ليو كفتح زدلي وين تشجرنا هذلو على ليو كفتح زي مهلاو كاب تقند قلولات زساقينا زولا معناتيو على تمكر ኤርትራ በጋ ካብቲ ብሕማቅ ፖለቲካዊ መግለጽ ዘለዎን ሃገር ኮይናት ክትገልጻ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ኩናት ዓብ ነገር እዩ ኩናት ብሓደ ሰብ ይውሰን ክንደይ ቁጠባ ኣለካ ክንደይ ዓቕሚ ኣለካ እውን ፈፂሙ ዝፈልጥ ሰብ የለን ስለዚ እቲ ሓደ ካብ ሕብረተሰብ ምንጻል ብሕልፍኻ ካብ ጎረባብቲ ንባዕሉ ካብቲ ቅልውላው ናብ ኤርትራ ቀንዲ ተርእዮ ወይ ከዓ እዚ ፀገማት ዘምፅአ ሃገር ከም ሓንቲ ቂሾት ምስ ካልኦት ዘይትራኸብ ናብ ውሽጢ ባዕላ ዓቕሚ ዘይብላ ንዓቕምታታ ከማን ብግሉፅ ኣገባብ ዘይተዋፍር ካብቶም ሓደ ዓበይቲ ፀገማት እዮም ኢልና ክንሪኦም ይግባእ ከም በዓል ዝኾነት ሃገር ኣብ ፀገም ነይራ ኣብ ረህዋ ክትወፅእ ከላ ነቲ ዝሓለፈቶ ሽግር ከይድገም ተጠንቂቓን ማለት ክኢላታትን ዓቕምታት ናይቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝፈልጥን ብኡ እዩ ዝውሰን ሃገር ግን ብናይ ጎረባብቲ ጀሚርካ ክሳዕ እውን ካብ ጎረባብቲ ርሒቑ ናብ ዝርአ ፀርፍን ምናኣስን እንዳገበርካ ላኪን ሃገር ክትሰርሕ ስለ ዘይትኽእል እቲ ከም መቐፀልታ ናቱ ከዓ እታ ሃገር ሎሚ ኣብ ብዙሓት ቆፂልካ ክትውድኦም ዘይክእል ቅልውላዋትን ፀገማትን ኣትያ ትርከብ ማለት እዩ እታ ሳብዓይትን መጠረሽታን ማለት እዩ ኦኬ እቲ ውሳኔታት ኣብ ኢድ እቶም ስርዓት ዝመደቦም ቀዘፍትን ቀተልትን ምዃን እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ኣድማዕነት ዘይብሎም ጥራሕ ነቲ ዝተለኣኾም ውሳኔታት ዝትግብሩ ነቲ ውሳኔታቶም ክትግብሩ ዘለካ ንሕብረተሰብ ፈፂሙ ኣብ ግምት ዘየእቱ ናይ ሕብረተሰብ ሽግር እውን ክፈትሕ ዘይክእል ጥራሕ ነቲ ስርዓት ዝከላኸል ናይ ወፍሪ ናይቲ ስልጣን እምበር ነቲ ትካላዊ ብኩረት ዘነፅሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚኦም በጋሚንዳታት ወታደራውያን ኣብ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ኣብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣብ ዝበኸረሉ ግዜ ኣኪድ እቲ ወታደር እዮም ኣብ ከተማ ዝኣትዉ ስለዚ ወታደር ከዓ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ወታደር ንመራሒኦም እዮም ዝእዘዙ ስለዚ ወታደራዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ይከኣል ይመስለኒ እዚ ከዓ ከም ውፅኢቱ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ፀገማት ከጓሃር ክኢሉ ማለት እዩ ኤርትራ ሎሚ ዝተነፀለት ሃገር ካብ ሃገሩ ዝወፅእ ህዝቢ ዝነዝሕ ኣብ እስር ቤታት ዝነብር ሃገር ክትከውን ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሶም ከዓ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝቅዘፉ ኣብ ሳሕራ ዝቅዘፉ ኣብ ሊብያ ዝእሰሩ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝሳቀዩ ኤርትራውያን ብብዝሒ ክትርእኻ ፀገም ናይቲ ውፅኢት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዮም ማለት እዩ ካብቶም ቀንዲ ፀገማት ከዓ እዚኦም ንባዕሎም መፍትሒ ዝግብኦም ህዝቢ ከም ሓደ ዘይ ናትካ ሪኢኻ ከም ዝጠፍእ እንዳሪኢኻ መፍትሒ ክትገብር ዘይምኽኣልካ ካብቲ ቀንዲ ቅልውላው ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ወሽክራን ወዲ ኣለኻ ናብዚ يا ريت بس اكون وصلت الرساله لكن برتعي نوع قدم ثلاثه كفلنا صبوق لا هتسكت انا 100% هيك قالوا انا قريب مني زلو دي دا اقول لك يكون كما يركات ذكروا لها الزرباي نو نتو يركات مسون لها مو keep going ها اوكي انت قال قالنا هتفياتك مش مشكله يعني عمل لما مشيت ومكاسب دي بربيها شقط بس anyways توم بزي بتكست غيركم تاخذوا لنا زلهم سي اذا دكتور اريتراوي ديو سوداني تبلو زلهم طباي غور بليز جكا تغرينيا زارب سي كان سب اريتراوي ايكون بقى اريتراوي يكون انت عين صحفات يزي اريتراوي زي كنا ابزي انت امتي وبزعبه اريترا زارب حجي سي يعني بحق دوهم تصحفوا زلهم ويس سب كتحرقوا ولا سب تشمو كردان ايكل بليز كومو غيركم اي تصحفوا نحن زي سمعوا اليوم قص جا قديفكم افتخادوا يسمعوكم قزاكم سمعوا هجي زي حدا خفت ارستي دكتور حسن زبلو زلو
إذا حبت كجمهور كله لأنه كل تأسيس تأريترا مناتو عينو تراح يزريا كهل إريترا هم زلوا كهل بهلهم زلوا كهل قانقوا هم زلوا كهل هيمانوتكم زلوا زي ما نزي حدا حبت عبيد سجمات ما تناي سلزي ريسبكت جورو تماهرو إذا عبيد مرتي زبكم زلوا دكتور ثانك يو هندت بلو عبزي دل صحفات أتيهم تاشمو مسقوا قلمتات كنجبر عند دليل أجن تسعارن نت كتر tolerance you know زيت زي بنا ترجم يبلون تنقبروا زي لنا عارسي thank you حجي دكتور حسن الترابي أحلى فرصة لك يا أستاذ سوري يا دكتور حسن الترابي حسن سلمان دكتور حسن سلمان حسن سلمان معلش طيب شكرا للأخ في الترجمة حقيقة طيبة، ويعني يبدو نفس ما أتكلم عنه من أزمة حول قضية التعريف في الهوية الجزئية. البعض يبدو أنه لا يتصور أن يكون هنالك إريتري يعني يتكلم العربية، وهذه واحدة من الإشكالات. يعني أنا فعلا لفت نظري في التساؤلات، هل هذا دكتور سوداني ولا دكتور إريتري؟ أظن أني أكدت أكثر من مرة أني إريتري، وظللت أعمل في الحقل الإريتري، وعلى الناس أن تكون حقيقة يعني ترتقي إلى مستوى الرؤية الوطنية والهم الوطني الذي نتكلم عنه. حملك للجنسية الأمريكية لا يسحب منك هويتك الأريترية، وجودك في أوروبا لا يجعلك أوروبي، وجودي في السودان لا يجعلني خلاص يعني سقطت هوية الأريترية. فهذه حقيقة أزمة وطنية نعيشها جميعا، ولكن للأسف البعض ربما يختزل الوطن كله في هويته الخاصة. أدخل إن شاء الله إلى طروحات الحل. ذكرت أن هذه الأزمات طبيعة الأزمات المختلفة، هنالك أزمة رؤية، أزمة مشروع سياسي، أزمة الدستور، أزمة التنمية والاقتصاد، الأزمات الاجتماعية، أزمات القانون والمؤسسات العدلية، أزمات سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية، أزمات العلاقات الخارجية. هذه كل طبيعة هذه الأزمات وتعددها واختلافاتها بطبيعة الحال ستتعدد بنفس هذا التعدد. سيكون هنالك تعدد في الرؤى، تعدد في طروحات الحل، وكل واحد من الناس سينطلق من رؤيته. فالذي يرى أن هنالك تسلط قومي واستهداف لقوميته سينطلق من زاوية قومية، ويرى أن الحل هو في الإطار القومي وانتزاع حقوقه القومية. والذي يرى أن هنالك تسلط ديني وأن هنالك انتهاكات دينية على طائفة دينية معينة سيتجه إلى الحل الديني وسيرفع مظالمه الدينية، ويعتبر أن هنالك مشكلة دينية وبالتالي يواجهها بحل ديني أو مشروع ديني. هنالك يرى أن الأزمة ربما تأخذ طابع مناطقي، مرتفعات منخفضات مثلا، فيرى أن هنالك مظالم وقعت على جهة معينة أو اتجاه معين، وبالتالي يسعى إلى الحل من زاوية. وفي ظل هذه الأحوال حقيقة أيها الإخوة قد يغيب المشهد الكلي في الحل الوطني الجامع الذي يؤدي بنا إلى حلحلة جميع هذه القضايا، حلحلة الإطار المشكلات الدينية والانتهاكات الدينية، وحلحلة الانتهاكات القومية، وحلحلة انتهاكات التنمية في الأقاليم. كل ذلك ربما لو أن الناس استطاعت أن تسوق مشروعا سياسيا وطنيا جامعا يؤطر الجميع في إطار عملية التغيير، ربما نستطيع حقيقة أن نصل إلى الرؤية الجامعة، وبالتالي الكل ينظر كما قلت للأزمة من زاوية محددة، ولكن الجميع متفق. كل هؤلاء الذي ينظر إليها من زاويته الدينية أو زاويته القومية أو من إطار الجهة، كل هؤلاء ينظرون إلى الأزمة من زوايا مختلفة، ولكن يتفقون جميعا على أن وجود النظام هو أس الأزمات ورأس الأزمات، وستتكرر الأزمات وتستمر بمقدار استمرار هذا النظام. طالت فترة وجود النظام على السلطة كلما طالت الأزمات على شعبنا وطالت الانتكاسات على شعبنا، وتهدد معها وجود الكيان الوطني الإريتري نفسه. وبالتالي مسألة إسقاط النظام تكاد تكون هو المطلب الأساسي لكل هذه الأطروحات، وأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يحل أزمته الخاصة إلا في إطار الحل الجامع والحل العام، وهي كما يمكن أن أقول بأن الحلول أخذت ثلاثة مناحي. يعني الحلول أخذت ثلاثة مناحي من حيث
طبيعة الحل نفسه وأين يكون. طبيعة الحل وأين يكون. الإطار الأول الذي ذهبت فيه الحلول هو في إطار الحلول التي أسميها بالحلول الداخلية، أي داخل القطر الأريتري، في إطار إريتريا بأرضها وشعبها وحدودها الجغرافية وشعبها الذي ناضل مع بعض من 61. في إطار هذا الوطن المسمى إريتريا بكل مكوناته هنالك من ينادي بالحل في إطاره، سواء كان طرحا دينيا أو طرحا قوميا أو طرحا جهويا أو غير ذلك، لكنه أو طرحا وطنيا شاملا مثلا على مستوى الوطن، لكن في إطار الدولة الإريترية التي تسمى إريتريا اتجهت تقريبا أطروحات في هذا الاتجاه. بعد ذلك قد تتباين أطروحات الحل داخل هذا المشروع، فهنالك مثلا من يرى بالطرح الفيدرالي مثلا كحل من الحلول، وهنالك من يرى اللامركزية الدستورية سميها، أو اللامركزية الإدارية، وهنالك من يرى بأن والله بعد سقوط النظام علينا أن نتيح الفرصة لكل المكونات أن تطرح مشاريعها، سواء كانت مبنية على الأساس العلماني أو على الأساس الإسلامي أو على أساس أي أساس من الأسس، فلنطرح بعد سقوط النظام المشاريع ويختار الشعب الإريتري المشروع الذي يراه. على كل ذلك في إطار يا إخوان، في إطار الحالة الإريترية. هذا نمط من الأطروحات، وربما أنا حتى لا أبالغ بأن غالبية ربما القوى السياسية الإريترية تنطلق من هذا المنظور، تنطلق من منظور الحل في إطار الوطن الإريتري. يتباينون في أساليب في مرجعياتهم ما بين مرجعيات علمانية، مرجعيات إسلامية، مرجعيات قومية، لكنهم كلهم يتفقون حول الوطن الإريتري المستقل المعترف به دوليا، الذي يتعامل مع جواره بمنطق التكافؤ ومنطق الجوار، وهذا يمكن يتصدر فيه المشهد في الإطار الجامع ربما أبلغ مستوى وصل إليه هذا الإطار هو مثلا المجلس الوطني الإريتري الذي ربما الآن هو في حالة جمود وتوقف، لكن يعني كان أرقى مستوى ربما وصلوا على مستوى الأطروحات في الحل، حيث استطاع أن يضع ميثاقا وطنيا ووضع خارطة للطريق ووضع المراحل الانتقالية ووضع طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن يسود ما بعد سقوط النظام في إطار الدولة الإريترية المعترف بحدودها وجغرافيتها السياسية والطبيعية. هنالك نمط آخر من الحلول أخذ شكل ربما مختلف، وهو ما يمكن أن نسميه بالحلول التفكيكية. طبيعي جدا أيها الإخوة، عندما تكثر المظالم على الناس كما يقال تسقط المقدسات، يعني ما تراه أنت مقدس، وحدة الأرض ووحدة الشعب والنضال المشترك المصير المشترك، هذه كلها ربما كثير من الناس يرونها من المقدسات الوطنية التي ربما يتشبث بها الناس باعتبارها إحدى الأشياء المهمة عندهم وفي ذاكرتهم الجمعية وفي حسهم العام، ينظرون إليها بأنها شمول. لكن عندما تكثر المظالم ويتزايد على الناس الإقصاء ويتزايد التهميش ويتزايد الظلم وتتزايد الهيمنة من مجموعة على بقية المجموعات، حينها لا تسأل عن المقدسات أو لا تسأل عن هذه الثوابت تكلم عنها. لماذا؟ لأنه كما يقال المظلوم سيعبر عن مظلمته ولو أدى إلى أن يخرج عن الكيان كله. وبالتالي هنالك ربما حلول تفكيكية، وهي أنها لا ترى الحل في إطار الدائرة الإريترية، ربما ترى أنها تخرج من الدائرة نفسها، وهذه أحيانا ربما ليست مجموعات واسعة، ولكن بعض المجموعات التي أخذت طابعا قوميا وليس كلها، بعضها ربما ينظر إلى الحل ليس في إطار الدولة الإريترية، ولكن بأنه يقرر مثلا كل مكون من المكونات تقرر لها حق تقرير المصير، ومن حقها أن تنفصل عن الوطن الإريتري ومن حقها أن تستمر. هذا نمط من أنماط الحلول المطروحة، وربما يتبناها بعض الأطراف، يعني تتبناها بعض الأطراف. طبعا طبيعة هذا النوع أيها الإخوة كما قلت تتزايد كل باب المشروع الوطني الجامع، سواء كان على مستوى النظام أو على مستوى المعارضة. إذا قابل المشروع الوطني الجامع الذي يؤسس لحل المشكلة الوطنية التي تجعل الكل متواجد في هذا الوطن ويتاح له الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، حينها تقل النزعة التفكيكية والنزعات الانفصالية، وينشد الناس إلى حالة الوحدة وحالة الاستمرار في الوطن الإريتري. النوع الثالث من الحلول، وهنا أيها الإخوة أنا حرص أن أعطيها
يعني إطارات الحل وليس يعني طبيعة الحل نفسه. يعني الحل قد يكون فيدرالي، قد يكون حل مركزي، قد يكون على أساس أنه على الأقل الناس تحدد كما قلت المنافسة الحرة ما بعد سقوط النظام. لكن كل ذلك إما أن يكون داخل الوطن الأريتري، وإما أن يكون في إطار تفكيكي، وإما أن يكون، وهو المستوى الثالث، حلول خارج الإطار الوطني. يعني البعض مثلا يرى بأن الإطار الذي يمكن أن تحل فيه المشكلة الأريترية هي بالنظر إليها في علاقاتها مع الخارج، في علاقتها مثلا مع اثيوبيا. هذا التوجه أيها الإخوة ربما بشكل واضح عبرت عنه المجموعة التي انطلقت من أمريكا قبل أيام، اللي هي مجموعة الدكاترة، المجموعة التي سمت نفسها من الشعب إلى الشعب، أو منبر من الشعب إلى الشعب. حاول أن يعبر عن معالجة الأزمة الأريترية بالتعاطي مع إثيوبيا، وهذا يمكن أن نسميه منطق ارتدادي، أي أنه يريد أن يعيد بالتاريخ إلى الوراء، وعجلة التاريخ سوقها إلى الماضي، وعودة إلى مرحلة فترة تقرير المصير، مسألة الفيدرالية وطرح الكونفدرالية، ومرحلة التفكير في الاندماج ووحدة الشعب الواحد. على كل هذا أيضا نمط من أنماط الحلول التي تطرح الآن في الساحة. وهذا المنطق أيها الإخوة قد يأخذ أنا لغة هادئة ولطيفة، وقد تأخذ منحى أن يكون مثلا معالجة للمشكلة الاقتصادية ومعالجة للمشكلات السياسية وغيرها، ولكنه لا يخلو أيها الإخوة من الاستبطان الذي ذكرته في قضية الهوية والهاجس الهوياتي المتكرر منذ مرحلة تقرير المصير وإلى الآن. وإن كان هذه المجموعة حتى الآن لا زالت في إطار ضيق ومحدود، ولكن خطورتها أنها ربما تتماهى مع اطروحات ذات بعد دولي. مثلا ربما تكون هنالك قوة دولية ترى وتنزعج أو لا يكون لها القبول بأن تكون هنالك إريتريا المستقلة وعلى البحر وتسيطر على المنافذ، وأن تكون هنالك إثيوبيا التي يصل تعدادها 100 مليون وتكون محاصرة وليس لها منفذ على البحر. فهذا النوع من الأطروحات مخاوفه ليست في أنه والله يجد القبول الآن أو لا يجد القبول، فالشعب الأريتري ربما قد حسم خياره، وربما تأتي هذه الأطروحات خارج السياق الآن، خارج سياق التاريخ. التاريخ لا يعيد نفسه ولا يتكرر. فالشعب الأريتري بمجرد 93 صوت على الاستقلال وعلى السيادة الوطنية، يعتبر الناس تجاوزت محطة الرجوع إلى الوراء وأن نعود به إلى فترة الأربعينات والخمسينات. لكنها تظل أمنيات، وتظل كما قلت أحيانا أطروحات وصدى ربما لمطالب ورؤى ربما قد تكون يعني تتماهى مع رؤى دولية على كل لترسيم المنطقة من جديد وإعادة صياغتها كما هو مطروح في أكثر من منطقة. فعلى كل أيضا هذا نمط من أنماط الحلول تتبناه مجموعات ليست سياسية، ولكنها بشكل أو آخر أكثر ربما ما في هذه الأطروحات، أكثر ما في هذه الأطروحات مقلق على مستوى ارتفاع الصوت والصدى وتأجيج الحالة الطائفية، هو ربما ما تطرحه مجموعة الأغازيان أو المسمى بالمجموعة التي ترى بأنه حكر إريتريا على مكون واحد وطرد بقية المجموعات. هذا الصدى الذي ربما يكون صنيعة من النظام لإلهاء الناس عن القضية الأساسية والقضية المركزية ومعالجة الهم الوطني بشكل مشترك. ربما الدكتاتوريات هكذا تصنع، يعني الدكتاتوريات أحيانا تصنع لها هذا النمط من الظواهر الصوتية التي تجعل الحالة الطائفية متأججة باستمرار وفي تصادم باستمرار وفي توتر باستمرار لاستمرار الدكتاتورية وبقائها. على كل هذه الحالات كلها جزء من الأشياء التي يعني طرحت في الفترة الماضية، تعتبر جزء من أساليب أو محاولات العلاج التي ينطلق فيها كل إريتري من زاوية ومنصة من المنصات. خلاصة القول أيها الإخوة، ما يمكن أن أختم به هذا الحوار هو أن الحل يملكه الشعب الإريتري الذي أنجز مهمة الاستقلال وسينجز مهمة إنهاء الاستبداد والدكتاتورية وبناء الوطن، ويتجاوز أزماته عبر الأحرار من كل أبنائه ومن كافة مكوناته. ثانيا، حسم الشعب الإريتري مسألة السيادة الوطنية عبر الاستقلال، ولا مجال فيها للمساومة أو التراجع، وهي محل إجماع وطني وليس هنالك ما يخرق هذا الإجماع، وأن شواذ الأصوات هنا وهناك
سينفوا إلى مزبلة التاريخ، لأن الشعب الإريتري استقلاله ممهور بالدم والدموع والآلام المشتركة لكل مكونات شعبنا. ثالثا، التاريخ لا يعيد نفسه في ظل ظروف ومعطيات مختلفة. لا يمكن أن نعود إلى الوراء والتاريخ نجتر التاريخ من جديد لنعود مرة أخرى إلى تاريخ مضى وسلف. والسبب في ذلك أن المعطيات الراهنة مختلفة جدا. المعطيات الراهنة مختلفة جدا، فليست إثيوبيا هي إثيوبيا الستينات، ولا إريتريا هي إريتريا الأربعينات. إريتريا حسمت أمرها والشعب الذي حسم خياره، وإثيوبيا كذلك. هنالك الآن تشكلات هائلة في الوطن الإثيوبي. هنالك قوميات صاعدة وقوميات متراجعة، والصراع ربما لا نعرف إلى أين يتجه. وبالتالي التفكير في مثل هذا الوضع اعتبر أنه تفكير أزمة وليس تفكيرا طبيعيا. يعني في ظل وضع يعني أنت تريد أن تذهب إلى منطقة لا زال صراعها لم يحسم ومستقبلها لم يحدد، ورؤيتك فيها أنت حتى كمكون ربما ستتغير بعد فترة من الفترات، عندما ترى بأن الحالة هناك ربما اختلفت تماما. ففي تقديري أن الذين الآن يشدون الناس إلى الوراء ويشدونهم نحو إثيوبيا، أعتقد هذه المسألة خطأها كبير جدا. أولا، أن ذلك لا يكون إلا من خلال الحالة الوطنية المتماسكة المترابطة التي اختارت قيادتها وانتخبت وحددت رؤيتها، وضعت أفقها السياسي، وضعت كذلك استراتيجياتها الإقليمية والدولية والتعامل مع دول الجوار. بعدها ليس مشكلة في كيف نتعامل مع الجوار، لكن قبل ذلك كل ذلك هراء. والصحيح أن هذه المجموعات الأكاديمية والدكاترة عليهم أن ينشغلوا بكيف نبني الوطن الأريتري وكيف نتخلص من الدكتاتورية، ليرسم بعد ذلك الشعب الأريتري مستقبل ويحدد مع من يتعامل وكيف يتعامل. رابعا أو خامسا أو رابعا، كافة العلاقات مع دول الجوار وطبيعتها هي مهمة وطنية تقوم بها حكومة منتخبة من شعبها، ولا يحددها نخب هنا وهناك تحكمهم الأزمات أو يحكمهم الرغبات الخاصة أو يحكمهم المصالح التي لا تعبر حقيقة عن المصالح العليا للوطن الأريتري. خامسا، المهمة الأساسية التي لا يتقدم عليها شيء في الوقت الراهن هي إقامة النظام الوطني المعبر عن خيارات الشعب الأريتري ومصالحه العليا، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط النظام الذي أضر بالشعب الأريتري ومستقبله وحاضره، ولن يكون ذلك إلا بتكاتف كافة أبناء شعبنا للتخلص من الدكتاتورية وبناء النظام الحر الذي يكون فيه الشعب الأريتري صانعا لمستقبله نظامه السياسي. سادسا، في ظل النظام الوطني والحكومة المنتخبة يمكن بناء علاقات بأي شكل يراه الشعب الأريتري، بعد أن نبني نظامنا الوطني ونتخلص من الدكتاتور ونكون فعلا مؤهلين دستوريا وشرعيا، ونكون فعلا على مستوى القرار السياسي امتلك الشعب قراره. حينها لا أرى أي مشكلة أو أي صيغة من الصيغ نتعامل فيها مع دول الجوار، سواء كانت إثيوبيا أو كان السودان أو جيبوتي أو القرن الأفريقي. وربما حينها في تقديري سنخرج ربما من الدائرة الضيقة، قضية إنه والله دائما الاتجاه بين إريتريا وأثيوبيا، بين إريتريا وأثيوبيا، وكأنه ليس هنالك شيء آخر. يعني في تقديري سيكون هنالك الخيارات أكثر من هذه الثنائية، ثنائية إريتريا وأثيوبيا، وربما ستطرح هنالك حتى في الكونفدرالية ستطرح كونفدراليات على نمط جديد وتدخل فيها ربما القرن الأفريقي كله سيكون، وحينها فعلا سيكون التعبير تعبيرا حقيقيا عن الشعب الأريتري. أما الحالة التي نراها هي قد يكون رغبة لمكون من المكونات أو لمجموعة من نخبة من النخب، لكنه حتما لا يعبر عن الحالة الأريترية التي ربما كما قلت يعبر عنها الكل وليس البعض. 6، في ظل النظام سادسا، أي نعم، في ظل النظام الوطني والحكومة المنتخبة يمكن بناء أي علاقات وبأي شكل يراها شعبنا يحقق فيها مصالحه العليا للبلاد، مع التأكيد على أن شعبنا الأريتري حريص على قيام علاقات جوار تقوم على السلام والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وخاصة مع الجوار، خاصة مع إريتريا خاصة مع إثيوبيا ومع السودان ومع جيبوتي. فهؤلاء قدر إريتريا وقدر شعبها أننا هؤلاء جوارنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قدر الجغرافي هذا أن نقفز عليه وأقدار التاريخ أن نقفز عليها، إنما سيكون هنالك فعلا
الشعب الأريتري سيكون من خلال حكومته المنتخبة وقيادته التي ينتخبها هو الذي يقرر شكل العلاقات وشكل الرؤى التي ستحكم إن شاء الله المستقبل. اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي شكرا دكتور. يسمع الله دانه حجي قال تفهم مصيكم الله ني تدالت انحي ما قرم. اوكي حجي ابتي سالساي كفالنا نزارب እቲ ኣድሚን እኳ እንተ ዝበሎ እንተኾነ እዚ ትሽግር ኣነ ካብኡ ዝዛረብ ፀናሕኩ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ናይ ኤውሮፓ ዜግነት ናይ ካልእ ሃገር ዜግነት ስለ ዘለካሲ ዜግነት ናይ ኤርትራ የጥፋልካ ማለት ኣይኮነን ካብቲ ዝገልጾ ዝነበርኩ ካብቲ ቅልውላው ናብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ፀገም እዚ ካብኡ ክንወፅእ ተስፋ ገብር ኣብቲ ናይ ሳልሳይ ክፋል ክኣቱ እቲ ናይ ቅልውላው ባህሪ ከመይ እዩ ኣብ ዝብል እየ ክኣቱ ሕጂ ፖለቲካዊ ቅልውላው قواماዊ ቅልውላው ሕብረተሰባዊ ቅልውላው ሕጋዊ ቅልውላው እዚ ኩሉ ወታደራዊ ቅልውላው እዚ ኩሉ ኣብ ሓደ ኣኪብካ ናይ ቅልውላው መንቀሊታት እየን ብባህርያዊ መግለፂ እቲ እዚ መድረክ ናይ እዚ ኩነታት እዚ እንተርኢናዮ ንብዙሕነት ኣረኣያታት ዘየኽብር ኩሉ ሰብ ካባና ናተ ይኹን ዝብል ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜና ወገሊኡ ብብሄር ተበግሶ ዘለዎ ገሊኡ ብሃይማኖታዊ ተበግሶ ይልዓል ገሊኡ እውን ካብኡ ብዝነኣሰ ዞናዊ ይቀላቀል ኣሎ ሃይማኖታዊ ምንቅስቃሳት እንተኢልና ከምቲ ኣብ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ስርዓት ከም ማሕደር ዝኽእል ድዩ ኣይክእልን ዝብል ሕቶ ፈፂሙ ከይመለሰ ነቲ ንሱ ዝብሎ ጥራሕ እዩ ዝብል ገሊኦም ከዓ ይርእዩ ብብሄር ክንንቀሳቀስ ይብሉ እሞ ብሄር ክሳዕ ምንፃር ዝብል ሕቶታት የልዕሉ ኣኑ እቲ ወፅዓታት ብሓፈሽኡ እኳ እንተኾነ ነቲ ወፅዓታት ግን በብንሶም ዝርእይዎ ክገልፅዎን ኣብ ኤርትራ ከም ሃገር ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ከም ሓደ ከባቢ ዘዝርብ ወይ ከዓ ዘስምዕ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ከሕልፉ ትርኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ከማን ካብቲ ፀገማትና እዩ ስለዚ ካብዞም ቀንዲ ሽግራትና ኢልና ንብልዮ ወይ ከዓ ከም ቀዳያ እንታይ ይበሃል እዚ ሕጋዊ ስርዓት ንኩሉ ዝእክብ ንኩሉ ርእቶታት ከዓ ዝኽብር ክሳዕ ዘይገበርና እዚ ሽግር እዚ ከም ዘሎ ክቅልፅ ምክንያቱ ናይ ሓባር ዕላማ ናይ ከም ሃገር መቐፀሊ ዘይኮነ ንዕል ዘለና ንሕና ከም ናይ ብሄራት ናይ ጉጅሌታት ናይ እምነት ምትእኻባት እዮም ዘለው እዚኦም ናይቶም ስርዓት ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ነቲ ስርዓት ዕድሚኡ ዘናውሑ ሕቶታት ወይ ከዓ ትሕዝቶታት ዘለዎም ኢልካ ክረአ ይከኣል እዩ ግን እቲ ቅልውላው ኣብ ህዝብና ዘሎን እቲ ናብ ህዝብና ፀኒሑ ስምብራት ናይ ብሓደ ዘይምቕፃል ዘተኣታቱ ዘሎ ኣተሓሳስባታት ነቲ ስርዓት ከም ሓደ ንሃገር ሓላውቶም ካልኦት ከዓ ወይ ከዓ ንፍልይ ዝዕድሙ ጌርካ ክርኢ ይኽእል እዩ እቲ ፍታሓት እቲ ከም ፍታሕ ኢልና ክንሪኦ ዘለና መድረኻት እንዳወሰደ ክመፅእ እዩ እቲ ናይቲ ሽግር ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ነቲ ሽግራት ከመይ ክፍታሕ ኣለዎም ክንብል እንተኣ ኮይና ኣብ ህላወ ናይ ኤርትራ ብዶባዊ ልኡላውነታ ዘረጋገፀት እዚ ሃገር እዚ ከም ሃገር ዘቆመ ህዝብን እዚ ህዝቢ እዚ ከመይ ክነብር ከም ዘለዎን ኢልካ ምሕሳብ እቲ ቀንዲ ፍታሕ ሃቡ ኮፍ ኢልካ ከዓ ክትፈትሖ ምፅዓር እዩ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ሽግር በቶም ሰባት ዝገልፅዎ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሓንቲ ቀዋማዊት ሃገር ከመይ ትምስረት መርኮሰ ኣተሓሳስባት ክነተኣታቱ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ
ፍታሕ ዝኸውን ሕውቲ ዘተ ጌርካ ንሽግርካ ርኢኻ ከመይ ከም ዝፍታሕ ምሕሳብ ጥራሕ እዩ ካብን ላዕሊ ክንከይድ ኣይንኽእልና ገሊኦም ነዚ ስርዓት ዝምሰውደቕና ከምዚ ዓይነት ስርዓት ክንተክልና ይብሉ ገሊኦም ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ህላዊኡ ስርዓት ዝምስወደቐ ህዝባዊ ስርዓት ክንተክልና ይብሉ እቲ ስርዓት ብድሕሪ ዝትከል ኮንፈደራላዊ ፌደራላዊ ማእከላዊ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ናይ ህዝቢ ውሳኔ እዩ ህዝቢ ክውስን ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ውሳኔ ክሳዕ ናይ ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ከም ስርዓት እዩ ዝኸውን ስለዚ ውሳነ ናይ ህዝቢ ክኾነሉ ዝኽእል ናይ ትካላዊ ሃገር ምምስራት ሓላፍነት ናይዚ ሎሚ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ እዩ እጂ ንኣብነት ኩነታትና ንርአዮ ገለ ብብሄር ገለ ብሃይማኖት ገለ ብኣውራጃ ገለ ከዓ ቦታ ይንቀሳቀስ ኣሎ ማለት እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ሕጂ እቲ ሓደ ምንቅስቃስ ነቲ ናይ ሓባር ሕቶ ማእከል ዘይገበረ ክሳዕ ዝኾነ ገሊኦም ክሳዕ ምንፃል ዝብሉ ብሄራት ክመፅኡ ኸዮም ገሊኦም እዚ ናይ ብሓባር ዘይምቕፃል ሕቶ ከልዕሉ ክእሉ እዮም ሓደ ካብቲ ወላ እውን ሕጂ ንግዚኡ ደስ ኪሉ እንተወ እዚ ሃገራዊ ባይቶ መስሪትዎ ዝነበረ ሕቶታት ቅኑዕ ሕቶታት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕላወ ናይ ኤርትራ ሓንትን ወሰናት ልኡላውነታ ዘረጋገፅን ሃገር ኤርትራ ንኩሉ እቲ ፀገማት ዝፈትሕ ቅዋም እዩ ዝብል ስምምዕ በፂሑ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ከም ፍታሕ ካልኣይ ከም ፍታሕ ከዓ ኣሎ ምናልባት መፀዋዕኩ ናይ ምፍልላይ ፍታሕ ኢልካ ምትሪኦ ማለት እዩ እዚ እቲ ከዓ ነቲ ቅዱስ ከም ሃገር ዘቆመ ሰዋዊ ተለጠንያ ወይ ከዓ ሃገራዊ ዓዕኑድ ንዑ ምፍራስ ማለት እዩ እዚ ክፈርስ ከሎ እቲ ሃገራውነት ክፈርስ ማለት እዩ ስለ ተፍኪክ ወይ ከዓ እቲ ከም ሃገር ክንዲ ትቕፅል ነቲ ሃገራዊ ቅዱስ ኢልካ ትፈልጦ ልኡላውነት ዶባት ኤርትራ ክቡር ክኸውን ኣለዎ ነቲ ሃገር እዚ ንኩልና ዝኸውን ኣይኮነን ኣብ ዝብል ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወፅዓታት ስለ ዘሎ ናብዚ ገፅካ እንተሪኢኻ እቲ ፍልልያት እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ፍልልያት ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ኻ እቲ ምፍንጣሕ ናይታ ሃገር እዩ ዘርኢ ስለዚ ኣብዚ ንምንታይ ከይንበፅሕ ከም ፍታሕ ኢለ ዘይኮንኩ ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ፍታሕ እዚ ከም ሓደ ሃገራዊ ሓንቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብዝትበሃል ሃገር ዝፍለጥ ምፍላይ ማለት እዩ እዚ ተፍኪክ እንታይ ይበሃል እዚ ምፍንጣሕ ንበሎ ተፍኪክ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ተፍኪክ እንተዳ መፅኡ እታ ኤርትራ ከም ሃገር ናይ ምህላው ኣብ ፀገም ከእትወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍታሕ ኣይኮነን ከምቶም ሰባት ዝሓትዎ ዘለው ኣብ ህላወ ከም ሃገር ኤርትራ ዘይኮነ ንኤርትራ ኣፍሪስካ ክመፅእ ዝደልዩ ፍታሕ ማለት እዩ ስለዚ ውልውላ እዚ መሰል ርእሰ ውሳኔ ኣብ ኤርትራ ብ93 እኳ ዝተረጋገፀ እንተኾነ ነዚ መሰል ርእሰ ውሳኔ ወይ ከዓ ከም ሃገር ኤርትራ ንምቕፃል ዘድመፀን ዝተሰወአን ዝተበጀወን ህዝቢ ሎሚ ኤርትራ ክፋሕ ክትብል እያ ክትብል ከቢድ ሕቶ እዩ ላኪን ከም ሕማቕ ፍታሕ እዩ ወይ ከዓ ካብቲ ዝኸፈ ፍታሓት እዩ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ናይ እጂ ብደረጃ ናይ ተቃውሞ እንተ ርኢናዮ እዚ ናይ ሃገራዊ ሕቶ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ድዩ ወይ ከዓ እቲ መዋጠና እንታይ እቲ መዋጠና እሺዋ المهم እቶም ተቃውሞ ነቲ መዋጠና ወይ ከዓ ነቲ ሃገራውነት እንተ ኣዋዲቆሞ ወይ ከዓ ከምቲ ዝግባእ እንተዘይ ገሊፆሞ ከም ድሕሪ ስርዓት ከምዚ ክንከውን ኢና ፌደራላዊ ክንከውን ኢና ኢላ ኣኽሪ ዝብል ከምቲ ኣቐዲሙ ዝገለፀ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀገም ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ወይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ኣተኻ ፍታሕ ምምፃእ እዩ እቲ ካልኣይ ፋሕ ምፍላዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ተሰማሚዕካ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘለካ ፀገም ንክትፈታሕ ኣብ ደገ ምርኻብ እዩ ማለት እዩ እዚ ገፅ እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ዝፍቶ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክፍቶ ዝኽእል ወይ ከዓ ተቐባልነት ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ኮንካ ሽግርካ ምፍታሕ ድሕርቲ ምውዳቕ ናይ ስርዓት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ናቱ
ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ወይ ከዓ ካብ ህዝቢ ስልጣን ተቀቢልካ ናብ ህዝቢ ስልጣን ምርካብ ዓይነት እዩ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮን ዕዮ ዘድልዮን እዩ ነቲ ታሪክ ምግምጋሙን ዘድልዮ እዩ እዚ ኣብ ተመለስካ ናይ ቀደም ከም ታሪክ ናብ ዝሓለፈ ክንትምለስ ንሳ ከመይ ጌርካ ንፅባሕ ታሪክ ከም ትሰርሕ ኣብ ዝብል ክትከይድ ከድልየካ እዩ ማለት እዩ እንታይ ዳ ምፅሕፉ ዘሎ ብጠቕላልኡ ግን ንሕና ነቲ ሕሉል ወይ ከዓ ነቲ ፍታሕ ኢልና ንሪኦ ሓንሳ እዚ ክትዕ እዚ ርጉእ ኣገባብ ክወስድ ይኽእል ኣብ ሓደ ከዓ ርሱን ኣገባብ ክወስድ ይኽእል እቲ ርጉእን ህዱእን ኣገባብ መውሳድ ኣይኮነ እቲ ሕቶ እቲ ሕቶ ነቲ ምንነት ናይ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ተኽብሮን ነቲ ምንነት ከይተንከፍካ ሽግርካ ትፈትሕን እዩ እቲ ከም ሓደ መካታዒ ኣዛራብን ክኸውን ዝግብኦ እንተደኣ ነቲ ሓደጋታቱ ግን ነቲ ርእቶኻ እንዳቕረብካ ንኻልእ ዘውድቕ ንዓኻ ዘዕቢ ወይ ብካልእ ኣዘራርባ ንሓደ ካልኣይ ደረጃ ዝሰርሕ ኣብ ቀዳ ንሓደኻ ካልኣይ ደረጃ ዝመፅእ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ እቲ ርእቶታት ከም ዘለዎ ንኤርትራ ሃገር ንናይ ሓባር ሃገር እቲ ድሕሪ ስርዓት ኤርትራ ስርዓት ዲክታተሮ ስርዓት ድሕሪ ምውዳቕ እንታይ ዓይነት ስርዓት ክንተኪልና ኣብ ዝብል ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ እዚ ከዓ ወጋናይን ኣቕራብን ወይ ከዓ ቀዳማይ ደረጃ ኮይኑ ውሳነ ዝህብን ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ውሳነ ዝቕበልን ክኸውን ኣይግባእን እቲ ስያዳ እቲ ልኡላውነት ናይ ሓሳብ ክቡር ዝኾነሉ እንታይ በሃል እዚ ምንኣስ ዘይብሉ ወይ ብርእቶ ኣይተመራሕ ዘይብሉ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ እቲ ቅዋማዊት ሃገር ወይ ከዓ ቅዋም ብህዝቢ ዝተረጋገፀ ንዑ ዘኽብር ርእቶታት ዝዕብን ንዑ ከይዕበርካ ንዑ ዘዕብን ንዑ ዘስብሕን እንዳገለጥካ ኣብ ትሕቲ ቅዋም ምስራሕ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ከም ብሓድሽ ምምቃል ወይ ነቲ ከም ፍታሕ ኢለ ዘቕርቦ ኦኬ ደቂቃ በስ እዚ ካብ ክታሕ ኢላ ነቕርቦ ዘለና እዚ ናይ ድምፂ ተሰማዕነት ወይ ከዓ እቲ መቃልሕ ናቱ ኣብ ህዝቢ ከም ዝበፅሕ ምግባር ንሕቶታት ናይ ህዝቢ ብግቡእ ምርዳእ እታ ኤርትራ ድሕሪ ስርዓት ከም መቃልሕ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዘፍርሕ ዘሎ ንዑ ክትቅንጥጥ ምድላይ ሰዳ ማለት መቃልሕ ይመስለኒ ብናይ ሓባር ስራሕ ንናይ ሓባር ዕላማ ክትዕውት ከም ቀዳማይ ቦታ ምስራዕ እዚ ቀንዲ ንኣሉታዊ ሸነኻት ወንዚፍካ ንኣውንታዊ ሸነኻት ከም ዝዓቢ ምግባር እዚ ከም ኩሉ ግዜ ካብ ምግርጫውን ካብ ተጋራጪኻ ተፈላለኻ ምንባርን እቲ ፍርልይ ኣዋፃኢ ከም ዘይኮነ እቲ ምርኻብ ይከንዲ መዋፂ ወላ እውን ርእቶ ፍልይ እንተለካ እዚ ከም ኣገባብ ተጠቂምካ ነቲ ፈተነታት ወይ ወስታታት ነቲ ኤርትራዊ ብሓባር ክቕፅል ዝደሊ ዘሎ ፅቡቅ ጌርካ ምቕባልን ምስትምቃርን እጂ ካብቲ ንቀንዲ ረቋሒታት ነዚ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ሸይ ናይ ምባት ፀብለልትነትን ዘርኢ ዘሎ ንክትቅይር ክግበር ካብ ዘሎ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ገለ ኣብዚ እዋን እዚ ምሁራት ወይ እውን እንታይ በሃል እዚ ናይ ሕቶ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝብል ኣልዒሎም ዘለው ዘልዕዎ ዘለዎ ሕቶት ካብ ሓደ ክኸውን እዩ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶ ፈፂሙ ክለዓል ዘይገብኦ ኢለ ይግምት ኣነ ምክንያቱ እቶም ምሁራት ከም ሓሳብ ናብቲ ዝተማሃሮ ንህዝቢ ካብ ዘለዎ ሽግር ንክወፂ ካብዚ ሽግር እዚ ወፂኻ ነቲ ናይ ፅባሕ ኤርትራ እንታይ ከም ትመስል ክሰርዑ ምተላበኽዎም ካልኣይ ብጉዳይ ውሳኔ ብዝምልከት ውሳኔ ብዝምልከት እቲ ውሳኔ ኣብ መጀመርታን ኣብ መጨረሽታን ውሳነ ናይ ህዝቢ ኣብ ድሕሪ ስርዓት ይግደፍ ምውዳቑ እቲ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብትኩን ናይ ግዳማውን ናይ ርሑቅን ናይ ጎረባብትን ናይ ርሑቅን ፖሊሲታቱ ከመይ ይሕንፅፅ ኣብ ቅዋም ዝተመስረተ ክኸውን እዩ
إذا كم قبول ما كمان كم هذا وساني حقاو جنك شنخ وسيد انت وسيدنا يو ما بو انت داخل مزز كيلنا توساني ناي حزب إرترا بزعبا كوينات بزعبا سلام مس غرابتن كاب غرابتن كاب تصبي بنات نايتو غرابتن وصيكا ناب دغه كاب زاب سفح زمدنا خبصحكا يخيلي مالتي انتي بحبار مسرح زبال حبار مسرح مالت انت حدا رئيتي تمالك يكون ناي حبار مسرح مالت في ابتي هاجراوي اعنود ويكا نكبرتات هاجر ابزي تنكف لكن أنا أبي أترك كم زا مثلا من حداري زحاشة إلو نذبل نو ناتكا بحيش ناتي قلتو إلى يعني إلى آخره إل كانت حسب كم بحسب متكائي مالتيو بمطرشتا هذه حزب إرترا هذه محواس مبال أبزبل دمو عصمو دقوز قسقس كله علامة ما نقول لك زي إرترا كم هاجر كتنبر واقع زخفر له سلطة قانة أب إرترا لولاونتن أب إرترا كم هاجر كسالنتن أب واقع داقة فسيم زي أتيو نزح المزلوخة نتيجة بإرترا تبغى زي فلتيو مثلاً وشكراً أنا أبزو ودي الله وأكيد وصلت الرسالة على ما أعتقد وشكراً. اوكي شكرا لك سيد جاي بس انت لو والله يا جماعه حجي كوبا هو دقيقه ايوه اللي يسال بالعربي بتقرا عربي للسؤال قدام عربي للسؤال يعني لانه بدل ما كل نترجم لا تقرنيا بس تقرا او عربي بتاتا للامر لكن بتقرنيا للسؤال قدر عشان نختصر الزمن عرفت كيف؟ هذا وقت سؤال واجابه اكس بي اي خلاص المحاضرات خلصت خلاص دي بسؤال قلنا تيتو سؤال وبعدين ما دخلت بعد السؤال قلت بقى مثلا اوكي خلاص اوكي حجي يخي كسلا انتي تفاحه زبل حاوناسي جيجا دي ترديو اي ثينك جيجا ترديو كومبلين قبل نيرو سين الدكتور تامس داون يقولوا نيرو انتايلو دكتور حسن سلمان سي اقليم عنسبايلو تجاربو حجي سي نتا سنحت كنزبل سي عنسبايلو كم عنسبايل تجاربي حجي سي ازي تفاحه تفوتو توين كا تعدي نقرنا I don't think that you know she's a lady I don't know if she's a lady I don't care you know عنسبا زبهال قشت الله كاب غرن كابو يلوكا حجي سي نسو كاب عنسبا قبل كله خافتي ساعات فوتو اذا قليم عنسبات بلو زلا حجي زي ازي هكدف زمصو شمي اوكي نوعي كونن كاب عنسبا زبلكا زلون انا سي كابتي زوبا عنسبا يكونن زي كابتا نيشتي عدي عنسبا تبال اب كاب غرن زلا كاب عين حجي تردع صيلكا تاشمي تكبر زي تفوتو تخين كا سوق موبايل عشاكا حتت نو تردي كان دو لحد ما علي كونكم باونس غيركا doesn't matter who bounce دي ماليسوم كا على شكرا كتول دا لك امر انتي باونس غيركم نتبل anyways حجي ابتي حتون مالسين كن اتينا مو زي ريغا حازو تلكشر تودي له بعرب زحتو بعربي تخون تملسي تغرينيا زحتو دما اكس باي كترجمو لنا من تجي هنكسب كومولو تسمع معناتنا متكوز نوي حتي غزي وسدالو اوكي حجي كوكن على بريكا كافو انرجيا اوكي استاذ حسن سلمان هل عايز تاخذ راحه شويه ولا كيف يعني ممكن نبدا في الاسئله ولا كيف ايش رايك اوكي قاعد تكتب حاجه ما قاعد اقراها ها نواصل ولا ممكن ولا بناخذ استراحه ولا واصل نعم واصل اوكي طيب خلاص ما خلاص كوكن لو ريغا حزو تم كيح زلكم كيح خلقسلكم ريغا زلهم استاذ كوكن كيح وريك كومنكا كافو ما عندك ريد انرجيا ريد القسلكم عنه ثلاثتهم اول كوكن ببحد انا كساب سب زويز حسب بحد حتى عتتمو دحر عرب زحتت بعربي تملسي بتجرينيا زحتت سب بتجرينيا حتى دحر ملسل مالتي كم تسامعنا لنا مثلا كسي باي مسون دخيمي ثانك يو اكس بي اي تقبروا زلخا صعري نامسجنا انا ها اب دي بدايه كلاو علنا ها ما بحكي زي اكس بي اي سي قدم
بحسب نوع نيرنا كمزي مسؤول نعرف تعلم كان كحادثة تلوم دونه يجي appreciate جورو جميرانو بزح غير خبطة يجي talent ناتوسي يراني نبرن كدم يجي جن ناتو value يجي لومي أمسكيرو مالي anyways يجي كوكن أحلى ما يكلك قبل تبعها حق زني أنا قرب من البات وسئلهم لسكون سلوزانكو مسانا تقول تسفى قبل thank you